قبل ما ابدا المسلسل هقول لك وحشتنا يا صديقي. ده الجزء الرابع من مسلسل كوبرا كاي. لو ما كنتش شفت الاجزاء اللي فاتت هحب اقول لك فايتك كتير يا صديقي، لازم تروح تشوفهم لان اقسم لك السلسله دي مش طبيعيه، حاجه عالميه، حاله من الجنون والاكشن والدراما والتشويق التي لم تراها الا عند العبد لله يا صديق. هسيب لك روابط المواسم اللي فاتت في اول كومنت وفي صندوق الوصف لو حابب تبدا من جديد. والان اربط الاحزمه واستعد للجزء الرابع. وبيبدا المسلسل سيلفر صديق جون ايام الجيش. جون بيتصل بيه او بيقول له وحشتنا يا صاحبي. قبل ما بيكمل معاه بيقفل في وشه التليفون او بيكمل اللي بيعمله، وجوني ودانيال بيكونوا مستعدين واقفين قدام تلامذتهم. دانيال بيقول لهم جاهزين، جوني بيقول لهم ابداوا. محدش بيتحرك من مكانه. ديمي بيقول لهم معلش نبدا ايه بالظبط، كلهم بيتكسفوا. ودانيال بيقول لهم هنبدا رحله جديده، كلنا كنا اعداء ولكن كل شيء راح لحاله ورجعنا تاني اصحاب، ودي نقطه قوتنا. بطوله الوادي خلاص هتبدا وانتوا عارفين ما قدامناش حل تاني غير ان احنا نكسب البطوله علشان نقتل كوبرا كاي للابد، والا احنا اللي هنموت ومش هنقدر ندرب حد تاني. منافسه كوبرا كاي مش سهله خالص لانهم مش هيلعبوا باحترام، اسلوبهم اسلوب همجيه وطريقتهم في اللعب مش هتكون قانونيه، ولذلك لازم جوني بيقول لهم نكسر عظمهم قبل ما يفكروا يعملوا اي حاجه. ولو هم كلاب فاحنا اسود في الغابه، هنبطل لعب الدفاع وشغل الغلابه. قبل ما يفكروا يهجموا هنكون مكسرين عظمهم بشراسه. دانيال بيقول لهم مش للدرجه دي يعني، احنا لسه في اول الطريق، اما نشوف الدنيا هتمشي ازاي، وزي ما احنا متعودين نسيبهم يهجموا واحنا اللي ندافع. جوني بيقول لهم احنا هنخليهم يدافعوا وهندفعهم الثمن غالي. دانيال بيقول لهم طيب خلينا بس الاول نخش نسخن. جوني بيقول لهم يلا صفين. دانيال بيقول لهم نفس عميق. جوني بيبص له وبالنسبه له ده بيكون هبل اصلا. بيقول لهم يلا يا شباب وضع السلحفيه نضرب يلا هفيه. حماسه بيضرب حنبله بيجيبوا على وشه، بيدخلوهم جولات مع بعض. اجا بيخش على حنبله بتاع دانيال بيكسر عظمه بكل غباء. دانيال بيقول له استنى بس ايه الهبد ده، انت يا جوني ما علمتهمش الدفاع ولا ايه؟ اجا بيقول له افضل وسيله للدفاع هي الهجوم. حنبله بيخش عليه بيجيبوا على الصخره دي. جوني بيقول له ايه ده يا دانيال، في حد يحط صخره زي دي هنا؟ دانيال بيدخل ديمي على سام بيفضلوا يلفوا حوالين بعض. دانيال بيقول لهم عاش. جوني بيقول لهم عاش مين؟ حد فيكم يضرب التاني يلا. بيقول له هو ده اللي اتعلمناه. بيخبطوا بالازازه دي وبيقول له علام فاشل. دانيال بياخد طلابه كالعاده يمسحوا علشان يشغلوا ايديهم، وجون بياخد طلابه ينضفوا له العربيه اللي مليانه زباله. بيقول لهم عاش يالا منك ليه؟ اي فلوس هاتوها لي. وحماسه بيلف حوالين المضرب ده وبيكون خلاص هيرجع، ولكن بيرجع في المركبه بتاعت دانيال. بيخش جوه وبيدخل عجه على هوب بينزل فيه تخبيط وبيخبط الباب بيخرمه. دانيال بيقول لهم الظاهر ان مش هينفع التدريب في الاوضه دي. في الوقت ده توري بتتمرن بغباء وبتفتكر اخر معركه ليها مع سام لما سام كسرت عظمها هي وزمايلها. زمايلها بيهزروا، بتروح لهم وبتقول لباركه فرحانين على ايه؟ فرحانين على المعركه اللي خسرناها. بيقول لها عايزانا نعمل ايه؟ هوك اللي باعنا وراح معاهم. بتقول له طب وبالنسبه لدياد؟ ده الواد لسه خارج من المستشفى وكسر عظمه. روبي بيخش عليهم. دوري بتقول له اهلا بالجبان. بيخش جوه يلم شنطته ولكن جون بيخش وراه. بيقول له على فين يا بطل؟ بيقول له فكك مني، انا جيت نمت هنا يومين وماشي. بيقول له ايه المشكله؟ ده مكانك في اي وقت، بس انا عايزك معايا في كوبرا كاي، بيت ابوك قبل ما يكون بيتي وبيتك. بيقول له بص انا عارف ان كوبرا كاي ساعدتني كتير ولكن انا مش هبقى سلاح في حربك انت وجوني ودانيال. بيقول له صدقني انا مش عايزك سلاح، انا شايف فيك موهبه، عندك نفس موهبه ابوه ولكن ابوك استسلم بسرعه انما انت ما بتستسلمش خالص. بيقول له قصدك يعني علشان البطوله عايز نحارب علشان حته كاس؟ بيقول له البطوله مش حته كاس، البطوله فخر بيفضل ملازمك طول حياتك، ولو مش مصدقني اسال ابوك ودانيال. بيقول له هما الاثنين بقوا مع بعض، حتى لو فضلت معاك مش هنعرف ناخد منهم البطوله. بيقول له خليك معايا وما تقلقش من حاجه، هو بيسيبه ويمشي. في الوقت ده جوني بيكون عازم دياز وعيلته عنده في البيت، ودياز بيقول له على ما اعتقد اكلك من اكل حبيبتك الي. كارمن بتنصدم وبتقول له مين الي؟ بيقول لها دي الحته القديمه بتاعته. بيقول له لا مش حبيبتي دي صديقتي مش اكتر. دياز بيقول له يا خلبوس انت مش لسه من كام يوم خرجت معاها؟ بيقول له صح خرجت معاها ولكن انا وهي اخوات. دياز بيقول لها ما تصدقيهوش بس هو تلاقيه مكسوف شويه. بيخلصوا اكل وكارمن وجوني بيخشوا المطبخ يغسلوا المواعين. جوني بيقول لها بصي دياز على نياته ما يعرفش عني اي حاجه، الموضوع مش زي ما انت فاكره، صحيح انا والي كنا بنحب بعض بس خلاص كل واحد راح لحاله. بتقول له بقول لك ايه انا من رايي احنا اتسرعنا قوي في موضوع حبنا لبعض ده، يا ريت نصبر شويه. بيقول لها اللي ريحك. بتسيبه وتمشي. بيكون في منتهى الغضب. تاني يوم الصبح جوني بيروح لصاحبه الغني بشراسه سيلفا اللي بمجرد ما بيشوفه بينصدم. هو بيفتكر اجمل ايام ما بينهم. جوني بيقول له انا مش جاي اعمل معاك مشاكل، انا جاي اعرف بس ايه الاخبار. في الوقت ده دانيال وجوني بيدربوا تلاميذهم. دانيال بيقول لهم انا والمعلم جوني هدفنا واحد وهو ان
احنا نكسب البطوله. جوني بيقول لهم واحنا اسلوبنا يختلف عن اسلوب مدرسه مياغي. دانيال بيقول لهم ولذلك وصلنا لحل مناسب. جوني بيقول لهم انا هدرب تلامذتي ودانيال هيدرب تلامذته. دياز بيقول لهم بس التعاون هيكون احسن بكتير. جوني بيقول له احنا لسه متعاونين ولكن كل واحد هيدرب الطلبه بتوعه بالشكل المناسب ليه. تلامذه النصوص تعالوا ورايا يلا. وفعلا بياخدهم وبيبداوا تدريب. دانيال بيخش بالطلبه بتوعه وهو بيقول لهم يلا علشان نخش في حاله السكون. مره واحده جوني بيقول لهم عاش اضرب يلا العب يلا يا ابن الهرمه منك ليه. دانيال بيجيب اخره من جوني وبيخرج له بره. بيقول له معلش بس انا عايزك في كلمتين. بياخده على جنب وبيقول له بعد اذنك وطي صوتك انا مش عارف ادرب تلامذتي. بيقول له نعم عايز نوطي صوتي ليه حضرتك قاعد في مكتبه احنا يابا بندرب كاراتيه. بيقول له لا بس على الاقل الاسلوب ما يكونش فيه قله ادب وكلام شبهك كده. بيقول له شبهي انت تعرف اصلا انك راجل ناقص. هو بيخش الاوضه دي وبيتفرج على صور المعلم مياغي. بيتفرج على اللوحات وديمي بيخش عليه بيفضل يشرح له كل حاجه في المكان. بيلمس اللوحه دي حمصه بيخش عليه. هو بيقول له سيب اللوحه بعد اذنك. بيقول له يا عم وانا هسرقها ولا ايه. بيقول له مش بعيد زي ما سرقت الميداليه وكسرت المدرسه زمان. بيقول له بص انا غلطت كتير بس والله الغلط ده مش هيتكرر تاني. بيقول له بعد اذنك اخرج بره. بيخرج بره ودانيال بيقول له جوني انا تعبت منك. بيقول له انت راجل فاشل اصلا. هو بيسيبه ويمشي. هوك بيخرج من جوه. بيقول له دانيال معلش انا عايز اتكلم معاك كلمتين انا مش لاقي نفسي هنا خالص. بيقول له ما هو انت غلطان هفعلك كلها كانت زي الزفت. بيحبط اكتر. هو بيسيبه ويمشي. بيقول له ولا استنى تعالى ما بيرجعلوش. وجوني بيقول له هو انت ايه اللي هببته ده عملت ايه في الواد. بيقول له انا اللي عملت ولا انت اللي دايما بتشتم فيهم وبتضربهم. بيقول له دي طبيعتي انا بعلمهم كاراتيه مش باليه زي اللي انت اتعلمته في مياغي. بيقول له ما تغلطش في مدرستي. بيقول له يعني انا غلطت في امك. بيقول له يا جوني بلاش قله ادب. بيقول له قله ادب طب ايه رايك بقى انا هعمل اللي انا عايزه في المدرسه هنا. بيقول له لا ما اسمحلكش احنا في مدرسه واحده. وسام ودياز بيكونوا واقفين ووشهم في الطين وهم ماشيين. دياز بيقول له ليه الشد ده. بيقول له ما تقلقش احنا لوحدنا هنغلب كوبرا كاي. هو بيسيبه ويمشي. بيتصل بسام هو بيقول لها المعلم جوني منشف دماغه. بتقول له ليه حل. بتقفل معاه وبتنزل لروبي. بتقول له ازيك. بيقول لها زي ما انت شايفه تمام. بتقول له انا كنت باجي كتير هنا على امل ان اشوفك. بيقول لها وعايزه ايه يعني. بيقول له انا زعلانه منك بسبب اللي حصل في المدرسه ولكن صدقني عمري ما نسيتك. بيقول لها عارف ما هو برضه انت مش ناسيه دياز. بتقول له عندك حق كنت فاكره ان نسيته ولكن كنت غلطانه انا عمري ما بطلت احبه. بيقول لها يبقى ده اختياري. بتقول له عندك حق انا اختار عايزك انت كمان تختار الصالح ليه لانك انت من جواك خير مش شر. بيقول لها قصدك ارجع لابويا ده راجل سكر وفاشل. بتقول له ابوس ايدك ما تظلمهوش ده بيحبك اكتر ما انت بتحب نفسك وابويا كمان بيحبك يا ريت ترجع وتبقى معانا ده اللي انا عايزاه. بيقول لها للاسف يا سام مش هنفذ لك اللي انت عايزاه. بتقول له تمام. بيسيبها ويمشي. وجون بيكون لسه مع سيلفر. بيقول له مكانك جبار يا اسطى. بيقول له هو ده اللي نفسك فيها يا جون. نفسك في الفلوس والقصور والخمور والطيور ودق الطبول. بيقول له لا مخبول انا عايز نكمل اللي احنا بدأناه سوا من زمان. انا وانت بدأنا كوبرا كاي ودلوقتي جه الوقت اللي احنا نرجعها فيه. عايزك معايا في المدرسة قدامي منافسين مش سهلين خالص وافضل واحد اثق فيه هو انت. عايزك تشاركني في التدريبات. قلت ايه. بيقول له لا في الثمانينات انا كنت لسه شاب صغير. فاكر دانيال اما كنت بعذبه علشان ياخد البطولة كنت وحش مفترس ما عنديش رحمة. اما انت اختفيت من حياتي حسيت اني كنت شيطان وكل ده كان بسببك انت. صفيت عقلي وبدأت حياتي من جديد ومسكت شركات والدي وهو عايش في قصور ومعايا مليارات واكتشفت ان وجودي جنبك كان مدمر حياتي. جوني بيضحك اهو بيقول له غلطان انت بتتمنى الايام دي ترجع تاني وهي جات لك الفرصه يا سيلفر فكر وابقى رد عليا. هو بيسيبه ويمشي. في الوقت ده جوني بيمسك التليفون وهو بيقول مع نفسه هقول له ايه ابن الهرمه ده. هقول له انا اسف يا دانيال لاني كنت بعلي صوتي بس لا لو اتاسفت له هكون ضعيف قدامه. مره واحده الباب بيخبط بيكون دانيال. بيقول له بص انا اسف لاني زعقت فيه ما كانش المفروض ازعق لك بس انت. بيقول له ايوه يعني وعايز ايه. بيقول له هنسهر سوا. بيخشوا جوه. جوني بيجيب طبق لانشون. هو بيقول له تاكل. بيقرف. هو بيقول له لا انا مش عايز. بيقول له براحتك. بيقول له طيب بص احنا مش هينفع نسيب بعض ولذلك جيت علشان اخد رايك عايز اضمكم كلكم لمدرسه مياغي. بيقول له نعم وانا انضم ليه لمدرستك ما تنضم انت في النصوص. بيقول له يا عم انت بتستهبل مدرسه مياغي ليها تاريخ من الاف السنين اما مدرستك انت لسه فاتحه من كام ساعه. هو مش بعد خدت اسمها من صوره النسر اللي ورايا دي. بيقول له لا فكك من الموضوع ده انت بتتكلم علشان المدرسه مدرستك وانا مش معايا مكان صح. بيقول له انت عبيط انت عارف كويس ان ده مش قصدي صح. بيقول له ولا قصدك. بيقول له خلاص قول لي ازاي هننجح مع بعض المركب اللي ليها رئيسين بتغرق. جوني بيفكر. هو بيقول له اكيد الفكره مش هتنجح. بيقول له اذا كان القرار ان احنا نسيب بعض لازم نقول للاولاد. بيقول له بكره الصبح هنقول لهم. وفعلا تاني يوم الصبح سام بيكون مع دياز ومره واحده هوك بيخش المدرسه بالمرزبه دي. دياز بيقول لسام هو اتجنن المرزبه اللي معاه دي. بيروح وراه. في الوقت ده جنود كوبرا كاي بيحضروا
بيحضروه بيخشوا الصاله بيلاقوا روبي في المكان. بارك بيقول له ايه اللي جابك هنا؟ بيقول له المعلم كريس وكمان ساب لي تعليمات ان انا هكون القائد بتاعكم وهسخنكم علشان التمرين. توري بتقول له قائد مين؟ يلا من هنا، انت صدقت نفسك ولا ايه؟ بيقول لها طيب اضربوني، لو خدت ضربه واحده من اي حد فيكم همشي. بارك بيخش عليه ولكن هي واحده على الارض بينهيه. اللي بعده انا هساعده، بينزل فيهم تخبط بكل غباء ولا حد فيهم فارق معاه. ابلع على ابن الهرمه ده بيخش عليه بالبواني بيصدها كلها بكل حرفيه. هو بيفتكر لما دانيال كان بيعلمه الدفاع. اقوى اتنين بيخشوا عليه ولكن بيهجم عليهم باندفاع، بيجيبهم على الارض كلهم، ما بيكونش فاضل غير تور اللي قدامه. بيقول لها انت جايه تشاهدي هنا وبس ولا ايه؟ خشي خدي دورك. بتخش عليه وعلشان بنت ما بيرضاش يأذيها بيجيبها على الارض، ولكن بنت الهرمه بتستغل الموقف ومن غير ما ياخد باله بتخبطه في وشه. بيقف على رجليه هو بيقول لهم تمام انا خدت ضربه وهمشي. توري بتقول له لا استنى خليك ما تمشي. بيقول لها تمام. في الوقت ده جوني ودانيال بيوصلوا المدرسه، بيسمعوا صوت تخبيط جاي من جوه، بيخشوا جري هما الاثنين، بيلاقوا هوك بيكسر السور بالمرزبه. بيقول له ايه هلا اللي انت بتهببه ده؟ بيقول لهم ده علشان الخلاف اللي ما بينكم، هنعمل ساحه قتال جوه علشان مدرسه النسور تكون بعيد عن مدرسه مياغي. بيقول لهم بالظبط وهو ده الشكل اللي هنعمله. هوك بيقول لهم جاهزين علشان تساعدونا؟ احنا لوحدنا مش قادرين. دانيال بيقول لجون اقتراح جبار، بيقول له بصراحه عجبني. وفعلا بيخشوا مع الشباب بيقول له جنود كوبرا كاي مياغي انضموا للنسور وهم فاكرين انهم اقوى مننا، وانا متاكد من الكلام ده لاني كنت واحد منهم وحافظ كل اساليبها وطريقه تفكيرها، وهم فعلا في الوقت الحالي اقوى مننا، ولكن طول ما انا هنا هنكون اقوى منهم بكتير لاني انا هعلمكم الدفاع بطريقه مدرسه مياغي. جون بيحضر هو بيكون في منتهى السعاده بيه. بيقول له تمام يا معلم الشباب جاهزين. بيقول له تمام. في الوقت ده سيلفر بيكون التفكير مكسر دماغه، هو بيشوف الازازه دي قدامه بياخد القرار المناسب ليه، هو بيكسر الازازه وبيحس بالراحه. في الوقت ده كان بيقوم من على اللعبه اللي بيلعبها بيجهز نفسه وبيروح يستنى الباص علشان يروح المدرسه. الباص بيوصل وبيفضلوا يضحكوا عليه وهو بيرقص. بيطلع الباص والشباب كلهم بيتريقوا عليه بما فيهم انتوني ابن دانيال لان محدش سايبه في حاله. في الوقت ده دانيال وجوني بيكونوا شغالين ودانيال بيقول له يا اسطى انت المفروض تسيب لي الشباب انا ادربهم شويه. بيقول له طب ما تسيب لي انت طلابك انا ادربهم شويه. بيقول له مش هينفع تعلمهم انت اسلوبك الهمجي والشراسه الهجوميه. بيقول له ما هو انت كمان هتعلم طلاب الخوف والدفاع بتاعك يا جبان. بيقول له طيب انا هعمل معاك دي، انا عايزك تتعلم مني اسلوب مياغي الدفاعي وانا هتعلم منك اسلوب الهجوم. بيقول له تمام. في الوقت ده ام سام بتروح لتوري هو بتقول لها بص يا بنت انتي ابعدي عن بنتي سام والا هعمل معاكي الجلاشه. الزبون ده بيقول لها معلش يا انسه الطلب بتاعي زمان وخلص. بتقول له ما تصبر يا عم انت. مدير المطعم بيكون سامعها هو بيقول لها انت مطروده يا توري. ام سام بتنصدم وتوري بتقول لها الف شكر على طردي هو بتسيبها وتمشي. في الوقت ده في المدرسه الاعداديه انتوني ابن دانيال بيكون بيلعب كره سله في المدرسه ولكن كيني بيخبطه بالكره في وشه. بيقول له معلش يا اسطى ما كانش قصدي. زميله ده بيخش عليه هو بيقول له ازاي يخبطك بالكره انت جبان مش زي ابوه. هو بيسيبه ويمشي. في الوقت ده جوني بيبدا تدريبات مع دانيال هو بينفذ كلامه بالحرف الواحد. بيقول له ايوه كده شلاطه يمين وشمال. جوني بيغضب هو بيرمي له الفرشه. هو بيقول له ايه يا عم الهبل اللي انت بتعلمهوني ده؟ بيشرب من ازازه البيره. دانيال بيقول له هبل وبيكسر الازازه بايديه. جوني بينصدم هو بيقول له عملتها ازاي دي؟ بيقول له عملتها علشان اثبت لك ان اسلوب مياغي مش زي ما انت فاكر، وجوني اللي علمك زمان وكان هيقتلك لما خدت المركز الثاني لولا ما مياغي انقذك منه وكسر عظمه على العربيه كان زمانك ميت دلوقتي. جوني بيعرف قد ايه اسلوب مدرسه مياغي فتاك فبيروح ياخد الفرشه وبيكمل تعليمات دانيال. هوروب ابن الخاينه بيعلم طلاب مدرسه كوبرا كاي طريقه دفاع مياغي وجون بيكون في منتهى السعاده بيه. اما جوني من الاخر بيشرب الصنعه ودانيال بيقدر يعلمه كل اساليب مياغي الدفاعيه. دانيال بيقول له انت تمام قوي كده يا معلم، ايه رايك في اسلوب مياغي؟ بيقول له بصراحه حلوه قوي واستفدت كتير منه. احنا كده خلصنا؟ بيقول له انا ما اعتقد. بيقول له طيب جهز لي نفسك علشان اعلمك اسلوب النسور. هو بيسيبه ويمشي. وفعلا تاني يوم الصبح دانيال بيروح له عند البيت بيخبط عليه بيلاقيه جاهز ومستنيه. جوني بيقول له متاكد انك هتستحمل؟ بيقول له اكيد. بيكتفوه هو بياخده في المكان ده بيفكوه. بيقول له انت خاطفني يا اسطى ولا ايه؟ هو احنا هنتدرب هنا؟ بيقول له خلاص مش عايز اسمع صوتك طالما انا بتكلم يبقى التلميذ يقف يتعلم. بيقول له تمام. بيقول له اما يكون في مشكله في حياتك ما تستناش تيجي وتخبط على بابها، تروح للمشكله انت وتخبط على بابها وتبدا تحل معاها. ذوق عافيه هتخلص وقتي. النسر بيهاجم بشراسه وانت كنسر هتهاجم. مفيش حاجه اسمها دفاع، بنهاجم ونهاجم ونهاجم والضربه اللي بناخدها بنردها 10 لحد ما بنوصل للي احنا عايزين نثبته. بيقول له ايه اللي عايز نثبته لك يا جوني؟ بيقول له اثبت لي انك راجل. وفعلا يا صديقي بيبدا معاه تدريب من النار
النار. هو بياكله بطيخ وخيار، بيمشيها على النار وبيخلي الجهاز ده يضرب عليه. بيقول له طب ما التمرين ده صد. بيقول له ما هو ده نوع من انواع الهجوم، انجز يا عم. بيخليه يطلع على السلسله دي اول مره ما بيقدر، بيجرب مره واثنين وثلاثه لحد ما بينجح وبيكسر ارقام قياسيه في التدريج. جوني بيقول له عاش. بيخلصوا تدريب وجوني بياخده على الملعب ده. بيقول له اصلا انت جايبني هنا ليه؟ دي لعبه كلها عنف ما بحبهاش. بيقول له هو ده المطلوب، بص وتعلم. مره واحده اتنين لعيبه بيخبطوا بعض، فدانيال بيقول له ايه ده يا عم؟ اللاعب ده غلطان، دي فيها طرد. جوني بينده على الحكم، هو بيقول له اللعبه دي مش قانونيه يا حكم، لازم تطرد اللاعب. وفعلا الحكم بيطرد اللاعب. اللاعب بيقول له جوني انت اتجننت؟ بيقول له مش انا اللي قلت، هو اللي قال لي. دانيال بيقول له انا بشرح له بس قواعد اللعبه. بيقول له ما هو انت لو راجل تيجي تشرحها لي هنا. بيبص لجوني، هو بيقول له انا عارف انت عايزني اقوم اتخانق معاه، ولكن انا زي ما انا مش هعمل كده. بيقول للاعب بيقول لك امك وام ابوك. بيقول له يا عم والله انا ما قلت الكلام ده. اللاعب بيمشي والماتش بيخلص. بيخرجوا بره. دانيال بيقول له بصراحه الماتش كان حلو قوي. بيقول له اللي كسبوا دول ما كسبوش علشان حريفه، كسبوا علشان اقوى وضربوا الفريق التاني كتير قوي. بيقول له علشان كده انت كنت عايز تلبسني معاهم، انا مش هغير مبدأي ابدا يا اسطى. ومره واحده اللاعب اللي اتطرد بيجي بزمايله وبيخش على دانيال. دانيال بيقول له مبروك المكسب يا معلم، بص انا مش عايز مشاكل تمام. بيقول له انا بسببك اتطردت من نص الماتش. بيقول له يا عم ما هو خلاص كسبته، قلبك ابيض بقى خلاص. بيقول له بالنسبه لامي. بيقول له اقسم لك انا ما قلت حاجه عن الست الوالده، هو اللي قال. بيبص على جوني بيلاقيه اختفى. بيقول له صاحبك ده جدع قوي. اللاعب التاني بيقول له انت تعرف ده مين؟ ده دانيال صاحب معرض العربيات الشهير، بس دلوقتي اللي قاعده في المعرض مراته الوزه. بيقول لهم عيب يا رجاله دي مراتي. ابن الهرمه ده بيقول لهم انا بفكر اشتري عربيه من هناك واخدها معايا في العربيه. التاني بيقول له انا هسوق بيكم واتفرج. دانيال بيغضب، هو بيلف وبيدي الواحده بينهيه. جايين على مين؟ غلبانين ما يعرفوش ان المؤدب الامين هيعمل منهم حواوشي تخين. ابلع على بينزل فيهم تخبط بكل حرفيه. هو بص الحركه دي يا صديقي خرافيه والله خرافيه، بالشفا عينيا. بيخلص عليهم بالكامل وجوني بيحضر في المكان. بيقول له عاش عليه. بيقول له انت كنت فين؟ بيقول له كنت بشتري. يلا بينا يا عجه. بيمشوا من المكان. في الوقت ده كيني بيروح لاخوه في السجن. هو بيقول له انا مش قادر اتحمل اكتر من كده، زمايلي في الروحه والجايه مش سايبني في حالي، دايما بيتريقوا عليا قدام الكل في المدرسه، وفيهم عيل ابوه مدرب كاراتيه خايف يكسر عظمي. بيضحك، هو بيكون اخوه شون صديقي. بيقول له ما تقلقش انا هبعتك لواحد حبيبي هيظبطك وهيقف جنبك. تاني يوم الصبح بيبدا اول يوم لتدريب طلبه جوني ودانيال. بيدربوهم تدريب من نار على الهجوم والدفاع، وجوني بيقرب اكتر من دانيال ودانيال بيقرب اكتر من جوني. وفي نهايه كل يوم دانيال بياخد سام وجوني بياخد دياز ويمشي. بالليل جوني وعيلة دياز بيتعزموا عند دانيال على العشاء، بيتعشوا سوا بيخلصوا. وجوني قبل ما يمشي دانيال بيقول له بقول لك ايه، لسه فكره انك تدرب تلامذتي وادرب تلامذتك دي في دماغك؟ بيقول له اكيد، عايز اطور الهجوم عند الطلبه بتوعك شويه وانت طور الدفاع عند الطلبه بتوعي شويه، بكره هنبدا ان شاء الله. وبيسيبه ويمشي. تاني يوم الصبح سيلفر موضوع رجوع مدرسه كوبرا كاي ما بيروحش من على باله، بيكون واخد كل تفكيره. في الوقت ده كيني بيروح مدرسه كوبرا كاي. بيخش جوه. جون بيقول له اطلع بره يالا مفيش مصاصه هنا. بيقول له انا عايز روبي كين. بيقول له روبي كلم الواد ده. روبي بيقول له انت مين؟ بيقول له انا كيني اخو شون. بيقول له بس شون ما قاليش انه عنده اخوات صغيرين، هو خرج من السجن. بيقول له لسه ما خرج، علشان كده انا جيت لك تقف جنبي، في شباب في المدرسه بيضايقوني وبيتكتروا عليا وعايزين يضربوني. جون بيقول له عايزنا نعمل لك ايه؟ نيجي المدرسه نضربهم لك يعني؟ اطلع بره يالا. روبي بيقول له استنى يا معلم، اخوه جون كان قوي جدا وكذا مره كسر عظمي في السجن، سيبهولي وانا هدربه، انا واثق انه هيكون حاجه كبيره في كوبرا كاي. في الوقت ده دياز بيقول لزمايله يا جدعان ابو سام كان امبارح بيتكلم عن مستقبل بنته الجبار، وانا كنت قاعد حاسس نفسي عيل هيتيا، انا لسه ما فكرتش اكون نفسي. هوك بيقول له انت عبيط، انت دياز بطل الوادي وهتاخد اللقب التاني، اثبت له انك قده وتقدر تتجوز بنته. دانيال بيحضر وبياخد طلب جوني. بيقول لهم طبعا كلكم بتبداوا بالهجوم، طيب لو كان خصمكم اسرع منكم هتتصرفوا ازاي في الوقت ده؟ ما حدش بيكون عارف يجاوب. بيقول لهم انا هقول لكم وهدربكم على ده كويس، واللي مطلوب منكم دلوقتي تصطادوا السمك اللي في الحوض ده، واللي هيصطاد سمكه هيكون اقوى واذكى واحد فيكم وهيبقى عمل انجاز تاريخي وهيكون قائد الفريق. جاز بيقول له تمام، فين السنارات؟ بيقول له السنارات في الجراج، بس السمك ده انتم مش هتصطادوه باي حاجه، هتصطادوه بايديكم. يلا يا وحوش ابدأوا. كلهم بينزلوا على الحوض ودياز علشان يثبت له نفسه بيهبش بسرعه بدون تفكير، فبينزل على وشه في النيل بالشفا جميل. دانيال بيقول له عاش يا دياز، اطلع يلا نشف نفسك يا حبيبي. في الوقت ده جوني بياخد طلب دانيال وبيطلعهم على السلم ده، بيجيبوا اخرهم وديمي بيقول لهم الراجل ده مجنون، كان بيعمل عمايل سودا في تلامذته، شكلها مش هتعدي على خير خالص. بيطلعوا فوق. جوني بيقول لهم لما النسر بيكون جعان بينط على الفريسه بدون اي تفكير، بينزل على السمكه يصطادها، مش هي اللي بتخرج له من
الميه، بيغرز انيابه فيها وبيجيبها من قفاها. دي مش موهبه عنده، دي غريزه. ان كنتم عايزين تكسروا عظم كوبرا كاي لازم تلعبوا باسلوب النصوص. سام بتقول له هنبدا منين يا معلم عجه؟ بيقول لها هتنطوا من العماره دي للعماره التانيه. كلهم بينصدموا. سام بتقول له انت مجنون؟ التاني بيقول له احنا ممكن نموت. بيقول لهم لا ما تقلقوش انا مأمنكم كويس. بيقول له تأمين مين؟ هو انت فاكرنا عربيات ولا ايه يا عم الحاج؟ بيقول لهم خلاصوا خالص. ان كنت يالا منك ليه عايز تبقى نسر لازم تتعلم الطيران. يلا مين اللي هيخش الاول؟ ما حدش بيرد عليه. بيقول لهم براحتكم انا هستنى الرد منكم. سام بتقول له يبقى هتستنى كتير، ما حدش فينا هيعمل الهبل ده. في الوقت ده دانيال بيخلص مع الشباب وبيمشوا كلهم من المدرسه. دياز بتتصل بيه بتقول له تعالى لي بسرعه العربيه عطلت بيا. بيقول لها خلاص انا جايب اوبر. دانيال بيكون ماشي بيقول له خد يلا اوبر مين اللي بتتكلم عنه؟ انا هاجي معاه. بيقول له لا انا هتصل باي حد يجي يشيل العربيه. بيقول له يا عم انت عبيط جنبك ملك العربيات وتروح للغريب؟ يلا بينا يا معلم. وفعلا بياخدوا معاه وتلامذة دانيال بيكونوا كلهم قاعدين. جوني بيقول لهم براحتكم على الاخر. ايه يا سام هتفضلي قاعده كده وحجتك بتخافي من الاماكن العاليه؟ بتقول له بالظبط. بيقول لها زي ما كنت بتخافي من توري كده مش صح؟ بلاش تخلي لنفسك نقطه ضعف، لازم تخلصي على كل نقط ضعفك. في الوقت ده جون بيقول له باركو خش على كيني. باركي بيخش عليه ولكن الواد بيهرب منه. بيخش عليه تاني برضه الواد بيخاف وبيهرب منه. جون بيقول له اطلع بره مفيش مكان لاي جبان في كوبرا كاي. الواد بيمشي هو بيكون في منتهى الحزن. هو بيروح وراه عند البيت وبيديله الشنطه بتاعته. بيقول له انت عرفت ازاي البيت بتاعي؟ بيقول له مكتوب على الشنطه. شو انا عامل ايه؟ بيقول له تمام. مره واحده بيجيله شعار على تليفونه بيفتح بيلاقي فيديو بيزعل اكتر. روبي بياخد منه التليفون هو بيشوف الفيديو. بيكونوا زمايله حاطين له اللبن في الضرفه بتاعته ومصورينه هو بيفتح الضرفه واللبن بيضرب في وشه. روبي بياخده بره وهو بيقول له بص انا هعلمك ازاي تدافع عن نفسك، يلا هخش عليه. بيخش عليه برضه الواد بيخاف منه. بيقول له ما تخافش انا بدربك مش هضربك. بيجرب تاني برضه الواد بيخاف منه. بيقول له ربنا انا شاكك انك اخو شون اصلا. بيقول له يا عم شون عنده عضلات انا لا. بيقول له ملهاش دعوه بالجسم، انت اسرع حد انا شفته في حياتي، لو استغلت سرعتك دي في الكاراتيه هتبقى وحش كاسر، يلا نجرب تاني. في الوقت ده دياز بيكون واقف مع دانيال وهو بيصلح عربيه امه. بيقول له انا مش عارف اشكرك ازاي لانك هتصلح العربيه. بيقول له مين قالك ان انا هصلحها بايديا؟ انا عارف واحد جبار هيصلحها بنفسه. بيقول له مين هو؟ بيقول له انت يا وحش. بيقول له بس انا ما اعرفش اي حاجه في العربيات. بيقول له مين كان يعرف؟ كلنا بدانا من تحت الصفر، يلا يا وحش. في الوقت ده جوني بيقول لهم يلا بينا يا فشله. سام بتفتكر خوفها فبتقرر تقتله بايديها وتكون حد تاني خالص. بتاخدها جري على السور وفعلا يا صديقي بتنط الناحيه التانيه. زمايلها بيكونوا في منتهى الصدمه وجوني بيقول لها عاش عليكي. في الوقت ده سيلفر برضه بيفكر في عرض جون. هو بيفتكر هم وصغيرين اما كانوا بيرسموا الوشم ده. جون بيقول له يا اسطى انا قدمت الكوبرا كاي في مسابقه الوادي. بيقول له ازاي واحنا لسه في البدايه؟ بيقول له لازم نثبت للعالم كله ان طريقتنا في القتال هي الصح وهنوصل للعالميه احنا الاثنين. بيقول له بس في مشكله، ابويا عايز يمسكني الشركات بتاعته ولو ما نفذتش كلامه هيحرمني من الميراث. بيقول له يا اسطى مش هينفع تسيبني لوحدي، انا مش هقدر امشي الطريق ده لوحدي من غيرك. بيقول له انا هدفع لك اللي انت عايزه بس مش هقدر اكون موجود، اصلا انا خايف من ابويا قوي يا اسطى. بيقول له اياك تخاف، عارف ليه؟ لاني انا دايما معاه، هو مستحيل اتخلى عنك في اي حر. عاشت كوبرا كاي. بيقول له هتعيش للابد. سيلفر بيخلص تفكير وبيقرر يرجع لصاحب عمره جون اللي عمره ما تخلى عنه. في الوقت ده جوني بيرجع البيت وبيفتكر كارمان وايامه الجميله اللي كان عايشها معاها. بيخش يخبط عليها بتفتح له وهو بتقول له دياز مش هنا. بيقول لها انا مش جاي علشان دياز، انا جاي علشانك انتي، انا بحبك يا كارما ومش قادر ولا هقدر استغنى عنك تاني. جيت اعرفك انك اجمل ست دخلتي حياتي، يا رب تكوني عرفتي. بتقول له عرفت. وبتبدا العركه يا صديقي. البنت بتتخانق معاه، امها وزمايلها بيكونوا في منتهى السعاده بيها ونعمه الترميه ام كارما. تاني يوم الصبح كيني بيرجع تاني كوبرا كاي. جون بيقول له يا ابني انا مش طردتك من اسبوع. روبي بيقول له معلش يا معلم اديله فرصه كمان. بيقول له علشان خاطرك انت بس يا روبي. بارك خش عليه. بارك بيخش عليه برضه الواد بيجري منه، كلهم بيضحكوا عليه وكيني وروبي بيكونوا في منتهى الحزن. ولكن بسرعه البرق كيني بياخدها جري عليه وبيخبط بارك واحده في وشه. الكل بينصدم من سرعته في الضرب وبارك بيقول لهم ده مش قانوني. كيني بيقول لهم انا اسف ما ذاكرتش قوانين اللعبه وبيكون خلاص ماشي. ولكن جون بيقول له على فين يالا؟ خش وسط زمايلك في الصف. روبي بيفرح قوي وكيني بيكون في منتهى السعاده. في الوقت ده برضه دانيال بيخلي طلبه جوني يصطادوا السمك بايديهم. ما حدش فيهم بيكون قادر يلمس اي سمكه ولكن دياز بيشغل دماغه. هو بيقول لهم انا جاتني فكره. بينزل الميه هو بيقول لهم انزلوا معايا يلا لفوا حوالين بعض. بينفذوا كلامه والسمك كله بيخش تحت الخشبه دي. مره واحده دياز بيمسك سمكه. دانيال بيقول له عاش عليك يا قائد.
قائد الفريق. في الوقت ده سام بتقول لجوني في حاجه تانية هتعلمها لنا. بيقول لها اكيد لما تكوني في موقف مخيف ما تخافيش، افتكروا انه عندكم رجلين هتحاربوا بيها وامكانيات تكسروا بيها عظم اي حد، انما نخاف ونجري دي اخر حاجه ممكن نفكر فيها، مفهوم؟ سام بتقول له مفهوم يا معلم. بيقول لهم يلا بينا. ودانيال جوه بيكرم دياز، بيقول له تستاهل شرف ربطه مياغي. بيلبس الشاره وجوني بيغير من معامله دانيال لدياز وفرحه دياز مع دانيال. الامور بتسوق وجوني نيران الغيره بتزيد في قلبه لان علاقه دانيال ودياز ما بتوقفش عند الحد ده. دانيال بيكون مهتم بدياز اكتر من اي حد في تلامذته، وجوني بيخرج الشيطان من دماغه. بيدرب سام تدريب من نار، بيطور الهجوم عندها بشكل مرعب، بيخلصوا ودياز بيكون ماشي. جوني بيقول له ولا انت رايح على فين؟ يلا علشان نتغدى سوا. بيقول له لا مش هقدر اجي معاه علشان المعلم دانيال هياخدني معاه نخلص عربيه امي. بيقول له طيب تمام ماشي. بيسيبه ويمشي وجوني بيروح عند العربيه. دياز بيقول له بقول لك ايه يا معلمي. جوني بيبص ولكن دياز بيقول لدانيال انا جاهز. جوني بينصدم اكتر وبيركبوا عربياتهم ويمشوا. في الوقت ده جون بيجمع جنوده، بيقول لهم احب اقدم لكم معلمكم التاني صديق عمري سيلفر، اقوى واشرس مقاتل، انا وهو اللي بنينا كوبرا كاي سوا، جه معايا هنا علشان نأهلكم لمكسب بطولة الوادي. سيلفر بيقول له تسلم يا جون. بصوا بقى انتوا كنتوا بتعملوا مجهود بنسبة 100%، دلوقتي هتعملوا مجهود بنسبة 200%، وعلشان نوصل لهدفنا واللي احنا عايزينه اللي هي بطولة الوادي لازم نرفع للمستوى التاني. جاهزين؟ في الوقت ده كارمن بتقول لي جوني بقول لك ايه انا حاسه بالذنب، مش علشان الحرام اللي عايشه فيها صديقي، علشان دياز ما يعرفش بس مش اكتر. بيقول لها ما تقلقيش هنقول له في الوقت المناسب. في الوقت ده دياز بنفسه بيخلص عربيه امه، ودانيال بيقول له الله ينور عليك يا وحش يلا خش شغل. بيخش يشغل وفعلا العربيه بتدور. بيقول له عاش عليك يا حنطور يلا بينا على بره. بيقول له بس انا ما بعرفش اسوق. بيقول له مش مشكله كلنا بدانا من تحت الصفر يلا اطلع. بيطلع. في الوقت ده روبي بيكون بيدرب كيني وسيلفر بيخش عليهم. بيقول له روبي بقى انت قائد الفريق هنا تعال اضربني وطلع فيا كل اللي انت اتعلمته من جون. بيخش عليه ولكن ابن الهرمه بيكون عنتي بيصد كل ضرباته وهو بيكسر عظمه بلا رحمه. بيقول له عاش عليه اتعلمت تطلع غضبك ولكن خوفك مالي قلبك. بيقول له انا ما بخافش من حد. بيقول له كداب بتكذب عليا ولا على نفسك؟ ان كنت عايز تبقى بطل يبقى لازم تخرج الخوف اللي جواك وتواجهه ايا كان من مين، خرجه واقتله يا اما هيفضل الخوف ده طول حياتك نقطه ضعفك. بيقول له تمام. في الوقت ده دانيال بيعلم السواقه لدياز، بيخلص وبيروح على البيت. جوني بيكون بيحضر اكل بيخرج له وبيقول له هلا يلا تعالى اتعشى معايا. بيقول له ياه سبقتك النهارده المعلم دانيال اكلني سمك بالكتب البلطي. بيقول له بقيت دايما انت مع دانيال. بيقول له شويه بصراحه الراجل ده عمل معايا حاجات كتير حلوه قوي، صلح لي عربيه امي ببلاش وايوه صح علمنا النهارده السواقه وخدني على المغنيين اصحابه. بيقول له بجد ما انا خدتك على المغني صاحبي وبعدين اصحابه زباله، زميلي انا كان احلى صح ولا ما عجبكش؟ بيقول له لا عجبني بس هو اللي ورهمني شكل وانت اللي وريتوني شكل تاني خالص، طبعا متخلفين عقليا وذهنيا. دياز بيضحك هو بيقول له طيب اهدى بس وقول لي انت عايز ايه. بيقول له ولا حاجه يلا روح ظبط نفسك. بيقول له ماشي. بيسيبه ويمشي وجوني بتكون نار الغيره قايده في قلبه. في الوقت ده شباب كوبرا كاي بيكونوا في سينما العربيات ومزغططين على الاخر. كيني بيروح يجيب لهم حبه تسالي، هوك بيخبطوه بيوقع منه كل حاجه. روبي بيشوفه من بعيد بيروح جري عليه. هوك بيقول له خلي بالك من اللي حواليك يا غبي. روبي بيحضر هو بيقول له المفروض انت اللي تخلي بالك. اللي مع هوك بيقول له انت خنت مياغي. دوري بتحضر هو بتقول له لو في خاين في المكان يبقى اديك ده ولازم نذبحه. دياز وسام بيحضروا في المكان وسام بتقول لها عندك يا توري لا اديكي باسبوري. ديمي بيحضر هو بيقول لهم ياه مشاكل تاني. روبي بيقول له عندك حق وفي اخر مشكله انت عارف انا عملت ايه في صاحبك دياز. دياز بيقول لهم كفايه ولو عايزين مشاكل تعالوا فوق جنينه بعد نص ساعه هنكون مستنيينكم هنا. توري بتقول له احنا هنروح دلوقتي وفعلا بيروحوا قبلهم وبيستنوا هناك ولكن ما حدش بيجي. ولكن مره واحده النور بيفصل عليهم وبيشغلوا عليهم رشاشات الميه. هوك بيضحك وبيقول لدياز يا ابن اللعيبه غلبناهم من غير ما نضربهم اصلا. بيسيبوهم ويمشوا وكوبرا كاي بيكونوا كلهم في منتهى الغضب. تاني يوم الصبح بياكلوا في بعض وبيشوفوا ازاي هينتقموا من مدرسه مياغي. جون بيقول لسيلفر احنا لازم نرد الضربه ضربتين. بيقول له غلط. بيقول له عايز نسيب حق طلابي. بيقول له انا ما قلتش كده بس هيجيبوا حقهم بطريقه تانية. وديم وهوك بيفتكروا اللي حصل وبيفضلوا يضحكوا. سام بتقول لهم اصلا لو دخلنا عليهم كنا هنكسر عظمهم وكنا بعدها هنمشي عادي جدا. دياز بيقول لها بس اللي احنا عملناه كان اسلم حل. جوني بيخش عليهم هو بيقول لدياز يعني انت اتفقت انك هتخش عليهم وبعدها رشتهم بخرطوم. ديمي بيقول له لا برشاشات النجيله. بيقول لهم جاتكم نيله وفكرك يعني جون هيسيب حق تلامذته. دانيال بيخش عليه هو بيقول له ما تزعقش
تزعلش فيه. دياز خد احسن قرار، خد القرار المناسب وخرج زمايله كلهم سلام من هنا، ولا كنت عايزهم يقطعوا في بعض بسكاكين. انا فخور بيك يا دياز، طبقت اللي علمته لك في مدرسه مياغي. جوني بيسمع الكلام ده وبينصدم اكتر، وبيقول له دانيال تعالى معلش انا عايزك في موضوع. بيكون خلاص هيتكلم معاه، ولكن مره واحده بيخش عليهم جون وسيلفر. دانيال بينصدم، هو بيفتكر معامله سيلفر ليه اما كان معاهم في كوبرا كاي، كان بيعذبه وهو صغير. وسيلفر بيقول لهم انا جيت اتكلم معاكم يا رجاله. مبدئيا يا دانيال انا اسف، وصدقني انا اتغيرت عن زمان، مش الشخص اللي انت كنت طالب عنده وكان بيعذبك وانت صغير. بيقول له اسمع انت وهو، انا حافظ العابكم كويس ومش عارف جايين للمره دي باي لعبه، بس صدقوني انا جاهز لاي لعبه من العابكم. جون بيقول له لا لعبه ولا لعيبه، احنا جينا بس نفكركم بمجرد ما نخرجكم ونكسب البطوله هتبطلوا انتوا الاتنين تدريج. جون بيقول له مش هيحصل، واحنا اللي هنكسب البطوله، احنا معانا وحوش. دانيال بيقول لهم يلا اطلعوا بره. سيلفر بيمشي وجون بياخد جوني على جنب، بيقول له معقول يا جوني مدرب مدرسه كوبرا كاي يبقى مجرد تبع في مدرسه مياغي؟ وعند مين؟ عند دانيال الصغير. بيقول انا ودانيال مدربين، كل واحد له اسلوبه الخاص، والمدرسه بتاعتي زي ما هي بتاعته. جون بيمشي وسيلفر بيقول له لازم نشتغل من النار علشان نكتسح السلحفتين دول. بيمشوا وبيروحوا المدرسه، بيجمعوا الطلبه، وسيلفر بيقول لهم احنا كنا في مدرسه مياغي هو مش عايزين مشاكل لحد ما تبدا البطوله. توري بتقول له نسيب حقنا. جون بيقول لها لا هتاخدوا حقكم في البطوله. سيلفر بيقول لهم بالظبط، هم استفزوكم وهانوكم، حوشوا الغضب كله اللي جواكم ده وخرجوه في البطوله، مفهوم؟ بيقولوا له مفهوم يا معلم. ودانيال بيكون قاعد مع جوني وبيحكي له قصته مع سيلفر. جوني بيقول له يعني سيلفر كان بيكسر عظمك وبيهينك علشان تكسب البطوله؟ ده ظلم يا عم. بيقول له سيلفر مش سهل خالص، تفكيره تفكير شيطاني وانا حافظه وعارفه كويس، وعلشان نغلبه لازم انا اللي ادرب الطلبه كلهم على اسلوب مياغي. بيقول له بلاش نرجع لنفس النقطه دي تاني يا دانيال. بيقول له اسلوب مياغي هو الوحيد اللي نقدر بيه على سيلفر. بيقول له ممكن ما نقدرش عليه، ولو كنت شايل هم اللي اسمه سيلفر ده تعال انا وانت نروح نكسر عظمه دلوقتي ونثبت لجوني انه راجل هيتيا ملوش اي لازمه. بيقول له سيلفر عايز ده يحصل، هو انت فاكر انه جه مدرستي علشان يتكلم معانا؟ لا كان نفسه نضربه. بيقول له مدرستك؟ بيقول له يا عم انت عارف ان مش ده قصدي، سيلفر شيطان ماشي على الارض، انت فاهم؟ اسلوبك الهمجي مستحيل هينفع معاه صدقني، اسلوبي انسب اسلوب لدياز وباقي الطلبه. بيقول له انت بقيت مهتم قوي بدياز الفتره دي. بيقول له يا عم انا مهتم بيهم كلهم. بيقول له عارف ايه مشكلتك؟ فاكر نفسك احسن مني عشان كسبتني من 30 سنه بفارق نقطه. بيقول له يا عم بقول له بالظبط، ما تنساش ان انا كنت كسبان بس انت كسبت بفارق نقطه وكانت ضربه حظ معاه. انا افضل طالب في مدرسه كوبرا كاي واكتر واحد عارف ازاي اهزمهم. بيقول له طيب انت عايزنا نعمل ايه؟ نفضل نهاجم ونخسر؟ بيقول له احسن ما نقضي الماتش كله في الدفاع ونخسر. بيقول له ده اللي هيمشي مع سيلفر. بيقول له على فكره اسلوبي اللي مش عاجبك ده لو لعبت بيه ضدي 10 ماتشات هكسبهم كلهم الا الماتش اللي خسرته منك زمان. بيقول له يا عم وانت ايه اللي مزعلك؟ خلاص كل حاجه راحت لحالها. بيقول له لسه. بيقول له يعني ايه؟ هو اللي انت عايزه ده نعمل انا وانت مشكله؟ بيقول له لا انا وانت هنلعب ماتش قانوني واللي هيكسب الماتش هو اللي هيدرب الطلبه. بيقول له ده قرارك؟ تمام انا موافق. تاني يوم الصبح هوك بيكون مع ديمي، هو بيخشوا عليهم ياسمين ومان. ياسمين بتنزل في ديمي تخبيط، ومن بتقول له هوك ازيك؟ عاجبني قوي لون شعرك الجديد. بيقول لها بجد؟ طب كويس انا مبسوط قوي لانه عجبك. ياسمين بتاخدها وتمشي وجوني بيبدا تدريب من النار. سام بتروح البيت، باباها بيقول لها ايه اللي جابك بدري؟ بتقول له عرفت اللي حصل بينك وبين جوني. بيقول لها حتى انت عرفتي؟ بتقول له مين ما يعرفش، الكل عارف، انت ليه زعلته منا؟ بيقول لها انا اللي زعلته؟ جوني بيزعل من الهوا وبيعمل مشكله من ما فيه، هو كده اسلوبه اسلوب همجيه، راجل بتاع مشاكل، احنا لازم يا نغيره يا نبعده عننا. بتقول له نبعده؟ مستحيل طبعا، المعلم جوني وجوده مهم قوي وسطنا. بيقول لها هيجيب لنا مشاكل كتير باسلوبه ده، انما اسلوبنا احنا مختلف تماما، احنا مش عايزين مشاكل يا سام. بتقول له نسيب حقنا ونخلي كوبرا كاي في الرايحه والجايه يخبطوا فينا؟ بيقول لها انت ايه اللي مغيرك الفتره دي يا سام؟ بتقول له مش متغيره، بس المعلم جوني عنده حق، ان ما هاجمناش كوبرا كاي هم اللي هيفضلوا يهجموا علينا وهيحطوا علينا امان. بيقول لها وانت من امتى بتسمعي كلام جوني؟ بتقول له من زمان. بيقول لها انت مع مين يا سام؟ بتقول له معاك ومعاه، عايزه اتعلم الاسلوبين علشان اخلص على توري في البطوله. بيقول لها انت ليه بقيت عصبيه قوي كده؟ بتقول له دي طريقتي، انت مش عايز تعمل زيي سيبني اعمل اللي يريحني، انا مش همشي حياتي زي ما انت عايز. وبترمي الغطا زي ما بيرميه جوني بالظبط وبتمشي. في الوقت ده بارك بيقول لباقي الطلبه بس انا محروق لاننا مش هناخد حقنا قبل البطوله. روبي بيقول له مين قالك ان احنا هنسيب حقنا؟ هناخده بس بطريقه خاصه. في الوقت ده جوني بيتدرب تدريب من النار، هو بيزود غضبه بافعال دانيال، بوربو من دياز اللي غير من اسلوبه لاسلوب مدرسه مياغي، بيزود غضبه لضربه ليه وهو صغير لكل حاجه وحشه حصلت ما بينهم.
ونفس الحال دانيال بيزود غضبه باللي كان بيعملوا فيه جوني وهم صغيرين، ولعبوا في دماغ سام وتغيير اسلوبها من اسلوب مدرسة مياغي لمدرسة جوني، وكمان الشاشة اللي كسرها على دماغه. في الوقت ده هوك بيكون بيغير الوشم اللي على ظهره وبيبعت رسالة لمون بيقول لها تيجي معايا حفلة الرقص، ومرة واحدة بيخشوا عليه تلامذة كوبرا كاي بيكونوا هيضربوه، ولكن على مين؟ احنا معنا هوك ابن الملاعين بينزل تخبط فيهم شمال ويمين، ولكن بيتكتروا عليه بيكتفوه بيقول لهم مش ده اتفقنا، احنا متفقين ان مفيش خناق لحد يوم البطولة. رو بيقول له مين قالك ان احنا جايين نضربك؟ بيخرج موس من جيبه. وفي نفس الوقت جوني بيوصل مدرسة مياغي بيخش جوه بيلاقي الشباب كلهم متجمعين، بيخش على دانيال والاتنين بيستعدوا لبعض. سام ودياز بيكونوا الحكام وبتبدأ المباراة صديقي، وكالعادة جوني بيكون في الهجوم بيديله ضربة في جنبه وبيكسب اول نقطة. سام بتقول نقطة للمعلم جوني بيكملوا، ودانيال بيخش عليه ساخن بيهاجمه هو بيخطف منه نقطة التعادل. دياز بيقول نقطة للمعلم دانيال، جوني بيبص له بغضب ودانيال بيخش عليه وهي 1 2 3 بياخد النقطة التانية من جوني بيكملوا. دانيال بيغير اسلوبه هو بيستعد باسلوبه الجديد علشان يخدر جسم جوني، بيخش عليه وفعلا بيديله واحدة بيخدر له دراعه. جوني بينصدم هو بيقول له ايه ده، ولكن اللي عمله ده كان اخره. جوني بيخش عليه بيصد كل ضرباته وبياخد واحدة على الطاير بيخطف منه النقطة التانية، بيقوموا وجوني بيفك دراعه. دياز بيقول لهم 2-2. سام بتقول لهم النقطة الجاية هتنهي المباراة لصالح واحد فيكم. الاتنين بيخشوا على بعض والاتنين بيكونوا مسيطرين على اخر يا صديقي، ومرة واحدة بيلفوا هما الاتنين بيخبطوا بعض في نفس الوقت، بيقوموا ومحدش بيكون عارف مين فيهم اللي كسب. حمصة بيقول لهم تعالوا نشوف الفيديو، بيشوفوا الفيديو هما الاتنين ضربوا في نفس اللحظة. مرة واحدة بيخش عليهم هوك كلهم بيروحوا جري عليه، بيقلع الطاقية هو بيكون في منتهى الحزن على شعره. جوني بيقول له مين اللي عمل فيك كده؟ بيقول له كوبرا كاي. بيقول له دي نهايتهم هنخلص عليهم كلهم. دانيال بيقول له ما ينفعش يا جوني. بيقول له عايزنا نكتف ايدينا ونسكت على اللي بيحصل فينا؟ بيقول له امال عايزنا نطفي النار بالبنزين؟ هو ده الحل؟ بيقول له لا، الحل انك تفضل مكانك فرحان. كنت فرحان بدياز لما رش عليهم ميه، فاكرهم مش هيردوا؟ بيقول له رد زي ده احسن ما يروحوا كلهم المستشفى. سام بتقول له كفايه يا بابا، المعلم جوني كلامه صح، ما رديناش الضربه لكوبرا كاي هيفضلوا يعلموا علينا من وقت للتاني. دانيال بينصدم هو بيقول له جوني كنت خايف عليا ابوظ اولادك، اديك انت اللي بوظت اولادي. هو ده اللي انت عايزه يا جوني؟ تلامذتي يعملوا زيك؟ بيقول له مش عايزك تخاف من حاجه تاني لان خلاص انتهينا، كل واحد يشوف حاله. بيقول له تمام، وفعلا جوني بياخد رجالته وبيمشي من المدرسه. دانيال بيفضل مع تلامذته. في الوقت ده رئيس لجنه بطوله الوادي بيقول له مساعدينه احنا هنعمل اضافه جديده للبطوله، هنخلوا الشباب لوحدهم يقابلوا بعض والبنات لوحدهم يقابلوا بعض، لان اكيد البنات هيخسروا البطوله. هنعمل كاس للاولاد وكاس للبنات، هيبقى في بطله بنت وبطل ولد. وفعلا مدرسه مياغي بيسمعوا الخبر وبيستعدوا لده، وجوني بيسمع الخبر هو بيقول لرجالته احنا هنحتاج بنت على الاقل في الفريق علشان نخش بيها البطوله. حنبله بيقول له انا اعرف بنت في المؤتمر. بيقول له مؤتمر مين؟ احنا عايزين وحش جبار. ياس بيقول له بص انا عارف ان في خلافات بينك وبين المعلم دانيال، بس حاول تحلها، احنا محتاجين سام معانا. بيقول له ما عنديش حاجه اقولها له، وبعدين خلي كل واحد في حاله ويعمل الصح اللي شايفه لتلامذته. بيقول له تمام. ياس بياخده على المكان ده وبيقول له بص يا ريس المكان ده فيه البنات اللي بيحبوا الرياضه كلهم، سيبني بقى اصطاد لك انا واحده. بيقول له لا سيب لنا الطلعه دي، ما تقلقش انا صياد على قديمه. بيخش عليهم ولا واحده بتيجي معاه سكه، كلهم بيرفضوا. وفي الوقت ده ديمي بيروح لهوك وبيقول له قافل على نفسك البيت، فاكرني مش هعرف اوصل لك ليه يا اسطى ده كله؟ بيقول له بص انا خلاص مش هروح كاراتيه تاني. بيقول له انت اتجننت وتسيب اخوك وصديق عمرك لوحده؟ بيقول له يا اسطى بعد اللي حصل لي مستحيل ارجع تاني، خلاص ما بقتش هوك اللي انت تعرفه، هوك اللي انت تعرفه خلاص ما. بيقعد جنبه هو بيقول له انا مش مستوعب كلامك. اسمع يالا شوف الفيديو ده، بيوريه فيديو ليهم كانوا عاملينه سوا بيغنوا فيه احنا اخوات احنا اصحاب واللي يقف قدامنا هتبقى عيشته هباء. هوك بيقول له ليه بتوريني الفيديو ده؟ بيقول له لان دي حياتنا. بيقول له فشله؟ بيقول له لا احنا اخوات، انت اعز صديق ليا مش شعرك، مش شعرك اللي خلاني اصاحبك، اللي خلاني اصاحبك اللي جواك مش اللي بره، واللي شريك بجد هيبص لك من جوه مش من بره. انت فاكر حلقتك دي وحشه؟ بالعكس مش هتغير اي حاجه، هتثبت لك مين شريك علشانك ومين شريك علشان مظهرك. في الوقت ده روبي بيخش الماركت ده، دانيال بيخش وراه بيقول له ازيك يا روبي؟ بيقول له احسن منا طبعا، جايني علشان العيال اللي عندك خرفانين هو محتاج راجل يحميهم، وحجتك هتكون جاي تنقذني من الاشرار اللي انا معاهم صح؟ بيقول له غلط، انا عارف انك مش صغير عشان اضحك عليك بالكلام ده، ولكن لازم تعرف ان في شيطان ظهر عندكم فجأة اسمه سيلفر، راجل متخلف عقليا، هيبدأ يعلمك الاول حبة حركات بسيطة ويحترمك ويعاملك كويس جدا، ولكن بعدها هيضغط عليك ويعاملك بوحشية
معايا، اللي بقوله لك ده هو اللي هيحصل يا روبي، هيخليك اقوى مما تتخيل، وفي النهايه هتلاقي هدومك مليانه بدم شخص بريء انت قتلته في لحظه غضب. هتعرف انك بقيت مجرم وعايز ترجع، ولكن مش هيكون في طريق لرجوعك من الطريق اللي انت مشيته. سيلفر بيكون وراه بيقول له عارف الكلام ده هو ومش مهتم بيه يا دانيال. روبي بيمشي بيبص لدانيال. سيلفر بيقول له عيب لما تخش ورا تلميذي وتحاول تسرقه مني، دي مش اصول خالص يا دانيال. بيقول له انت ما تعرفش الاصول لانك مش مدرب اصلا، انت شيطان على هيئه انسان ماشي على الارض تبوظ فيها مش اكتر. بيقول له انا نفسي اعرف ليه واخد عني الفكره دي. بيقول له لاني اكتر واحد عارفك وحافظك كويس، انا اكتر واحد خد فتره معاه. بيقول له انا عملت منك سلاح فتاك وخرجت اللي جواك مش اكتر، فلازم تعرف انك ابن كوبرا كاي مش ابن الراجل اللي قعدت معاه كام سنه ومات. بيقول له مش هكتر معاه، ولكن يوم البطوله اما اغلبك انت وكوبرا كاي هخلص منكم للابد. وبيسيبه ويمشي. ودياز وجوني بيتفقوا مع البت دي، ولكن بتسيبهم وبتروح كوبرا كاي. حنبلو بياخدهم على المؤتمر بيقول لهم هي دي البنت. جوني بيشوفها وهي بتتكلم بعصبيه، بيقول لهم هي دي اللي هتنفع معانا. تاني يوم الصبح دانيال بيدرب تلامذته ومره واحده هوك بيخش عليهم. دانيال بيفرح قوي، بيقول له نورت يا ايلاي ولا عايزني اقول لك يا هوك؟ بيقول له اي حاجه، انا جيت علشان اساعدكم. بيقول له تمام قوي، استنى هجيب لبسه. في الوقت ده توري بتروح المدرسه، بتلف بتلاقي سام في وشها. بتقول لها بصي انا عارفه انك متضايقه مني بس صدقيني انا اتغيرت. بتقول لها اسمعي يا بت انتي، انا عرفت انك رحت الاهلي وقلت لهم انك ندمانه على اللي انت عملتيه، بس انا عارفه لعيبه وصدقيني ما بقتش خايفه منك، بس وحياه امي لو بصيتي لي بصه مش عجباني هكسر عظمك تاني ومش هرحمك زي اخر مره. وبتسيبها وتمشي. في الوقت ده انتوني بيكون في المدرسه وزمايله بيقولوا له روح رزل على كاني، ما بيكونش عايز يرزل عليه ولكن بيقولوا له انت خايف منه. بيغضب وبيروح ياخد هدوم وبيخرج بيها. بيسوق بلبص في المدرسه وبيروح البيت. بابا بينزل من فوق ومع فانيلة كاني مرسوم عليها شعار كوبرا كاي. بيقول له انت عايز تروح كوبرا كاي؟ بيقول له لا دي مش بتاعتي. بيقول له امال ايه؟ بيقول له جت معايا بالغلط. بيقول له بص اذا كنت عايز تبقى جامد في المدرسه روح البس وتعالى معايا. وكيني بيكون في منتهى الغضب. روبي بيقول له ايه اللي حصل؟ بيقول له كالعاده ابن الهرمه النهارده خد هدومي وسابني بلبص في المدرسه. سيلفر بيقول لهم الكل يحضر، النهارده هعلمكم درس جديد. اولا في اي مباراه بتلعبوها او عركه بتعاركوها لازم تعرفوا نقطه ضعف الخصم اللي قدامكم. التلميذ ده بيقول له اكيد بس في ناس ملهاش نقطه ضعف. بيقول له مستحيل، مفيش انسان على وجه الارض ملوش نقطه ضعف حتى المعلم جون بيغضب وسيلفر بيقول لهم يلا سخنوا وتعالوا عشان هتلعبوا ضد بعض. جون بيقول له عجبني قوي خطابه، اراهن على التلامذه اللي انا هختارهم هيكسبوا. بيقول له 6 ازايز هيشتريهم على حسابه الخسران. بيقول له خلصانه. بيقول له تمام. في الوقت ده جوني وكارمان بيقولوا لدياز احنا بصراحه يا ابني بنحب بعض او بيكونوا في منتهى الرعب منه. بيقول لهم عادي يا جماعه عيشوا حياتكم. لا ذكر يا دياز. بيقول لهم اهم حاجه مفيش حاجه تتغير ونفضل كلنا زي ما احنا مع بعض. في الوقت ده دانيال بياخد ابنه وبيقول له يلا يا وحش هتبدا معايا تدريب من النهارده، خد الفوطه دي وامسح لي العربيه دي نص ساعه واجي الاقيها بتلمع. بيقول له تمام. في الوقت ده كوبرا كاي بيبداوا وسيلفر بيقول ويس تعالي. جوني بيقول توري تعالي. جون بيقول لها عايزك تكسري عظمها. بوس بتخش على توري وبنت الهرمه بكل عيبه ولكن توري بضربه واحده بتجيبها على الارض وبتكسب المباراه. في الوقت ده جوني بيكون مجمع تلامذته وبتخش عليهم البت الجديده. جوني بيقول لهم يلا صفين، النهارده هتنضم لنا تلميذه جديده جباره مخيفه وهي ديفون لي. بتقول له على فكره ده مش اسمي كامل. بيقول لها انا اسف كنت عايز اقول لك بس خلاص خالص خش جوه، النهارده هنتدرب تدريب من نار. تعالى يا دياس خليك جنبي. بيكسر عظمهم بكل غباء وبيخلي ديفون تضربهم تحت الحزام. في الوقت ده بارك بيكسب اللي قدامه. جون بيقول له عاش عليه. بيكون الماتش الاخير واللي هيحسم مين فيهم اللي هيكسب. سيلفر بيختار كيني وجون بيختار روبي. جون بيضحك لانه ضامن المكسب. روبي بيخش على كيني وبيديله خبطه بياخد منه نقطه. بيقول له انت كويس؟ جون بيقول لهم كل واحد يروح على مدربه. روبي بيروح لجون بيقول له انت خايف عليه؟ عيب عليك لما اغلبه. سيلفر بيقول لهم احنا جاهزين. بيخشوا على بعض وبرضه روبي بيخبطوا تاني في كتفه. بيقول له انت كويس؟ ابن الهرمه بيوطيه وبيجيبه على الارض. بيكسب المباراه. هو اللي بيكون قال له على الخطه الشيطانيه دي سيلفر. بيضحك بيقول لجون ايه خسران 6 ازايز بيره. وجوني بعد ما بيكسر عظم تلامذته بيقول لدياز امك عايزاه روح بدري النهارده. بيغضب لانه بدا يعامله معامله خاصه. ودانيال بيرجع تاني المدرسه بيلاقي عامل النظافه ده مظبط العربيه. بيقول له انت مين يا عم؟ بيقول له معلش يا باشا 5 ثواني وتستلم منه العربيه زي ما قلبنا حضرتك. انتوني بيخرج له وبيقول له ايه دادي انت جيت بسرعه قوي. بيقول له انت جبت عامل ينظف العربيه؟ خلاص يا عم امشي انت كتر خيرك. بيقول له انتوني انت عارف لو المعلم مياغي كان واقف مكاني عارف كان ممكن يعمل فيك ايه؟ بيقول له مش عايز اعرف ما يهمنيش اصلا انت دايما دوش
مكوش دماغي بيه. بيقول له يا خساره، كنت فاكر انك دماغك اكبر من كده وعايز تتعلم كاراتيه، الظاهر اني كنت غلطان. هو بيسيبه ويمشي. في الوقت ده دياز بيرجع البيت متاخر، وجوني بيقول له كنت فين يا بيه؟ بيقول له معلش كنت مع سام. بيقول له سام وحزام ونص الليل؟ امه بتقول له مش مهم حبيبي، اهم حاجه تكون بامان. بيقول له جوني انت اتغيرت معايا من ساعه ما حبيت امي، انا كنت فاكر ان مفيش حاجه هتتغير. هو بيسيبهم ويمشي. في الوقت ده انتوني بيروح المدرسه من ورا باباه، هو بيفضل يتفرج على انجازاته وكل حاجه تخص مياغي. باباه بيخش عليه بيقول له انا اسف لاني دخلت هنا بدون اذنك. بيقول له انا كنت فاكر ان مش همك الموضوع. بيقول له بصراحه الموضوع شدني لان كل اللي حواليا في حاجه من المعلم مياغي، حتى انت بحس انك انت المعلم مياغي. بيقول له زمان المعلم مياغي شالك على ايديه وانت صغير، كنت اول واحد انت تضربه برجليه. بيقول له بجد؟ بيقول له والله، اما شالك وانت صغير قال عليك انك هتكون بطل كبير والكل هيحلف باسمك. تاني يوم الصبح دياز وسام بيخرجوا على الغدا. جوني بيخش عليهم وبيقول لدياز انا عايزه. بيقول له بس انا لسه ما خلصتش. بيقول له لا هتيجي معايا. جوني بيقول لها ما تخافيش عليه هرجعهولك تاني. هو بياخده ويمشي. وابن دانيال بيكون في المدرسه، هو بيفكر في كلام باباه، بيكون عايز يرجع هدوم كيني وكيني بيعدي من جنبه. بيقول له استنى يا كيني. بيقول له عايز ايه؟ بيقول له بص انا فكرت في اللي بيحصل ما بيننا وحبيت اقول لك انا عايز ابدا معاك صفحه جديده. بيقول له انا مش عايز يا جبان. بينصدم. هو بيقول له ليه الغلط؟ انا بكلمك باحترام. بيقول له ما كنتش اعرف ان الكلمه هتضايقك يا جبان. بياخدوها جري وراه، بيسحبهم لحد ما بيدخلهم المكتبه دي، بيطفي عليهم النور وبيقفل باب المكتبه. بيتفرقوا وكل واحد بيروح على مكان، ولكن ابن الهرمه بيكسر عظمهم واحد ورا التاني، بيخلص عليهم بالكامل. بيروح لانتوني وبيقول له اخيرا هكسر عظمه، وبيكون خلاص هيضربوه، ولكن المدرسه بتخش عليهم. في الوقت ده جوني بيكون قاعد مع دياز بيقول له مش معقول يعني خدتني من المدرسه علشان تاكلني بطيخ. بيقول له لا انا كنت عايز اقولك بس انا اسف، كان كلامي اهبل معاك امبارح، عارف انا ما عنديش خبره في المواضيع دي، تلاقيني كده دايما بخبط في الكلام. بيقول له ده اللي بيحصل مع روبي صح؟ بيقول له بالظبط. بص انا مش عايز اخسرك زي ما خسرت ابن روبي، عايزك دايما معايا. بيقول له ما انا قلت لك مش عايز حاجه تتغير بعد حبك لامي. بيقول له زي ايه مثلا؟ بيقول له زي انك تكون معلمي. بيقول له بجد؟ بيقول له اكيد. بيقول له يلا بينا. دي اسمها تمرينه البطيخ، اصعب واقوى تمرينه انا شخصيا اتمرنتها. مره واحده بتخش عليهم سام بتقول لهم ما لاقيش عندكم مكان لواحده زيي. بيقول لها ابوكي عارف انك هتتدربي معانا؟ بتقول له لا انا قلت له هتعلم الاسلوبين وده اللي هعمله. بيقول لها تمام. في الوقت ده دانيال ومراته بيروحوا لابنهم انتوني في المدرسه. دانيال بيقول للمدير قبل اي حاجه لازم الواد ده ياخد عقابه، ده كان هيضرب ابني. بيقول له ده بس ابنك غلطان، دايما كان بيتنمر عليه وبيضربه ودي الفيديوهات اللي تثبت. دانيال بينصدم. هو بالليل جون بيجيب ازايز البيره لسيلفر. بيقول له تمام. بيقول له دي هترجعنا لايام زمان، فاكر لما سمعتش كلامي مره في الكمين؟ الكمين اتضرب وكنت هتضيعنا كلنا. بيقول له يا عم دي ايام سودا بلاش نفتكرها احسن. بيقول له اخرس خالص، اما القائد بتاعك يتكلم تقف مظبوط وتتعلم. من اسبوع كنت واقف بتقول خطاب للطلاب وقلت عندي نقطه ضعف. بيقول له انا قلت على الكل. بيقول له لا شاورت عليا بالتحديد وقلت اسمي وده خلاني اسال نفسي ايه هي نقطه ضعفي، جاوبني. بيقول له بص ده كان درس مش اكتر. بيقول له لا انت خايف تقول لي، فاكر القفص لما جه الدور عليك كنت خايف تقوم وكنت زي الفار المبلول، انا ما خفتش وخرجت قدام المدرب بتاعنا وانت كنت خايف يا جبان وخوفك جاب لك شلل مكانك، لولا كان زمانك في الحفره دي صح؟ بيقول له صح. بيقول له انا اللي دايما كنت بخلي بالي منك ولحد دلوقتي انت تحت جناحي، المفروض تسمع كلامي وتعرف ان القائد بتاعك الطريق مليان الغام وان ما سمعتش كلامي هتضيع وتضيعني معاه. بياخد ازازه بيقول له ما عندكش مانع صح؟ بيقول له لا يا قائد. بيسيبه ويمشي. وتاني يوم الصبح بيخش عليه يقول له يلا اطلع جهز الطلبه. بيقول له حاضر. وبعد اذنك يا قائد انا اسف على اللي كان بيحصل وحصل مني، انا مستحيل انسى اللي انت عملته علشاني زمان وما زلت بتعمله. بيقول له يلا بينا على الشغل يا معلم. بيفرح قوي بيسيبه ويمشي. في الوقت ده توري بتحضر وبتروح تقول له روبي ايه رايك تروح معايا حفله الراس؟ بيروحوا هما الاثنين على التدريب. بيقول لها حاسس انك بتشقطيني صح؟ تقول له يلا انت احسن من ما فيش. بيضحك وبيقول لها بس انا مش هيدخلوني المدرسه لاني مش طالب هنا. بتقول له انت هتيجي معايا وانا طالبه هنا. بيقول لها يا بنتي سيبيني في حالي هجيب منين بدله؟ بتقول له يعني انا اللي معايا فستان؟ سيلفر بيسمعهم بيقول لهم ما تشيلوش هم وطالما عايزين تروحوا الحفله يبقى لازم تروحوا بالشكل اللي يليق بمدرسه كوبرا كاي. في الوقت ده لو بيرجع تاني المدرسه بيقول لهم ما حدش يرحب برجوع يا جماعه، مش لازم تعملوا حفله خالص. جون بيقول له انت مجنون، انت سبتنا ومشيت وما وقفتش جنب الفريق، دمعته بتكون هتنزل من عينيه. بيقول له لا اكيد انت بتهزر، ده اختبار صح؟ بيقول لهم شو اياك ترجع هنا تاني. بيمشي بيكون في منتهى الحزن. في الوقت ده دانيال ومراته بيكونوا عازمين دياز وعيلته
وطبعا جوني بيكون معاهم، وسام بتنزل لدياز بيقول لها يخرب بيتك زي القمر، احنا تقريبا اجمل اتنين في الحفله. واحد يقول لي طب وبالنسبه لباباها ميخا عادي، طب وبالنسبه لقرونا صديقي لو مش شايفهم انصحك تروح تكشف نظر. المهم دياز بيعكسها قدامه عادي وبياخدها ويمشي قدامه برضه عادي. ومش كده وبس يا صديقي، ابو قرون بيكون في منتهى السعاده، اللهم لا اعتراض. بيمشوا من هنا وطليقه جوني بتخش عليهم من هنا. جوني بينصدم، بيقول لها ايه اللي جابك هنا؟ بتقول له في مصيبه، في واحد اسمه سيلفر جانا البيت وادى لابنك عربيه ولبسه بدله واداني الفلوس دي كلها، انا حاسه ان الراجل ده مش مظبوط، اتصرف معاه. بيقول لها ما تقلقيش هتصرف. الحفله بتبدا وديمي بيقول له هك فك يا عم، عارف ان احنا الوحيدين اللي من غير موزس في الحفله، بس بيس عادي يعني. مره واحده ياسمين بتخش عليهم، ديمي بيقول لها يا بنت اللعيبه مش قلت رايح استراليا علشان فرح باباكي؟ بتقول له انا جيت من هناك علشان احضر معاك الحفله يا عمري. بيقول لها عمري انا اسف يا صاحبي، ان حضرت الساد ذهب الرجال لتاتي الاجيال. بيقول له عادي يا عم، بيسيبه ويمشي. وهو بيبص على مون، بيكون في منتهى الحزن. ودياز بيكون مع سام في الحفله، ومره واحده بيخشوا ابطال الليله روبي والفخده التقيله. سام ودياز بينصدموا وجوني بيروح يكسر باب مدرسه كوبرا كاي. بيقول له انت فين يا سيلفر؟ الا ابني يا ابن الهرمه. تليفون المكتب بيرن، بيخش جوه وبيرد، بيكون سيلفر معاه. بيقول له ازيك يا جوني، هو انت فاكر انك هتخش مكاني من غير ما انا عايز؟ انت جاي ونافش ريشك، زعلان على مراتك، قصدي طليقتك؟ بصراحه هي فخده وتستحق حياه احسن بكتير. بيقول له اسمع يا راجل يا ابن الهرمه، لو ما بعدتش عن طليقتي وابني هكسر عظمك انت وجون كريس. بيقول له اتمنى تعملها، هديك عنوان تجيني فيه. في الوقت ده سام ودياز بيكونوا مولعين من توري وروبي اللي بيكونوا خاربين الحفله رقص، بيرقصوا كلاسيك. وروبي بيقول لها انت رقاصه جباره، المفروض بعد ما تفوزي ببطوله الوادي تقدمي على مسابقه رقص. بتقول له اكيد، بس هجيب منين؟ ناشفه زي المستشفى، بس لو كسبت بطوله الوادي هبقى حققت حاجه تديني حافز اكون مليونيره. انا بحلم صح؟ بيقول لها ابدا، كل حاجه بدايتها حلو وهتقدري تحققيها. بتحضنه بايديها والزبده دابت في الكبده يا صديقي. في الوقت ده سيلفر بياخد جون على المكان ده، بيقول له انت ليه جبتني هنا؟ بيقول له المكان ده هنفتحه فرع تاني من كوبرا كاي، وهنفتح فروع كتير قوي من المدرسه، بس اهم حاجه دلوقتي ناخد البطوله. في الوقت ده جوني بيحضر في المكان، بيقول له انت فين يا ابن الهرمه؟ ابن الهرمه بيخبطوا غدر، بيجيبوا على الارض ما بيشوفش حاجه تاني. جون بينصدم، سيلفر بيقول له ده درس صغير علشان سبتنا ومشي. جون بيقول له انت اللي جبته لحد هنا؟ بيقول له جبته علشان اثبت لك ولائي، انت مش عايز تنتقم منه؟ هي دي فرصتك. بيقول له مش هنا، في البطوله هننتقم منهم. بيقول له مالها البطوله؟ الكلب ده مش هنديله فرصه يكسب، وهو ما عندوش اصلا فرصه يكسب لان ما عندوش غير دياز بس. ودياز اما يشوف مدربه متكسر عظمه هيحبط وهيخسر بسهوله. جوني بيقوم عليه وبينزل تخبط فيه بكل غباء، ولكن ابن الهرمه بيكسر عظمه لان جوني بيكون داير، بيكسر بيه المكان وبيكون خلاص هيقتله. جون بيقول له ارجع اياك تاذيه. بيقول له طب وطاره؟ بيقول له اخده في البطوله، يلا بينا نمشي من هنا. بيمشي وجون بيكون في منتهى الحزن على جوني. دانيال بيخش على انتوني بيلاقيه قاعد يتيم. بيقول له بص انا عارف انك قاعد من غير تليفونك زهقان، بس انت لازم تاخد عقابك على اللي انت عملته مع زميلك في المدرسه. بيلاقي صوت ظهر، بيقول له صوت ايه ده؟ هات اللي انت بتلعب فيه. بيديله التاب، بيقول له انت مش هتتظبط خالص، وبيكسر التاب على رجليه. بيقول له انت اتجننت؟ بيقول له اخلص خالص، اقسم لك لو ما اتظبط ومشيت عدل ايامك الجايه هتكون زي الطين معايا، فهمت ولا لا؟ بيقول له فهم. بيقول له ده احسن ليه، وبيسيبه ويمشي. في الوقت ده سام بتكون بتعبي واحد حرام، بتخش عليها توري بتقول لها يا بنتي انت بتراقبيني ولا عايزه دياز؟ ممكن يكون روبي مش مكفيكي. بتقول لها المشكله مش هقدر اضربك ولا اغلط فيكي علشان امك وابوك المحترمين، وبصراحه انا بطلت شغل البلطجيه وسبتهولك انت يا سام. سام بتلف وبترجع عليها بواحده في بطنها، بينزلوا في بعض تخبيط ودياز بيشوفهم من بعيد وبيجي جري عليهم. بيشيل سام، بيقول لها انت بتعملي ايه؟ بتقول له بنفذ كلام المعلم جوني، بضرب الاول. توري بيكون خلاص هتضربها، ولكن دياز بياخدها حضن على الطاير بيجيبها على الارض. روبي بيشوفهم في الوضعيه دي، بيقول له يا ابن الهرمه، هو بيخش عليه وبيكون خلاص هيضربه، ولكن سام بتلف ايديه الناحيه الثانيه وبتقول له على فين يا روش؟ ده انا هلعب بيك الشنيكه. ولكن توري بتشنكلها وكل واحد بياخد الحته بتاعته، ولكن روبي بيلف توري بينيمهم هما الاثنين على الارض. بيقوموا على الارض والاربعه بيكونوا جاهزين للقتال، بيخشوا على بعض وكلهم بصراحه صديقي مسيطرين على بعض. ولكن روبي بيرقد دياز، هو بيقول له هو انت فاكر ان ابويا بيحبك؟ ده كان بيعمل معاك كده عشان ما يحسش بالذنب لانه مقصر معايا. بيرفعوا بيرميها على البنات، بيجيبهم كلهم في البسين. روبي بيفرح قوي، هو بيقول لهم دي اجمل ليله في حياتي، هو بينزل كمان معاهم هو الميه. كل اللي في الحفله بينزلوا الميه، وتوري بتقول له روبي خرجني، بيمد ايديه بتجيبه هو كمان في
الميه. بيضحكوا ولكن سام ودياز بيخرجوا زعلانين من بعض. بيقول لها ليه عملتي كل ده؟ افتكرت حبك لروبي؟ بتقول له انا ولا انت اللي افتكرت حبك لتوري؟ بيقول لها انا هروح. بتقول له وانا كمان. دياز بيوصل ولكن بيخبط على جوني. بيقول له يا معلم كنت عايز اتكلم معاك شويه. بيسمع صوت وجع. بيخش جوه بيلاقيه مكسر الشقه وسكران. بيشيله من على الارض وجوني بيفضل يخرف بالكلام. دياز بينيمه على السرير وجوني بيكون هيكمل شرب. دياز بياخد منه الكنز. هو بيقول له كفايه كده. بيقول له انا اسف. بيقول له لا عادي انا كده كده مبلول. بيقول له انا مبلول بس اعملها على نفسي. بيقول له عادي بص انا كنت عايزك في موضوع بس خلاص خليها الصبر. بيقول له استنى يالا بجد نفسي اكون ابوه. بحاول احميك من كل وحش وبحاول دايما اكون جنبك ولكن صدقني مش عارف بس انا نفسي اكون جنبك ومش عارف ده هيحصل ازاي. دياز دموعه بتنزل من عينيه. هو بيقول له انت مش مقصر في حاجه انا بحبك قوي. بيقول له انا بحبك قوي يا روبي بحبك قوي يا ابني. دياز بينصدم وبينهار وهو واقف يا صديقي. بيمشي وتوري وروبي بيركبوا العربيه. بتقول له راسك عجبني قوي. بيقول لها بصراحه كانت ضربه حظ معانا الكل كان معجب بينا لدرجه انهم كانوا فاكريننا بنتدرب عليها سوا. بتقول له بصراحه احنا عملنا الدخله صح بص كده. وبتخرج له تيكت الفستان. بيضحك وهو بيضحك عيونهم بتثبت على بعض. بيقرب منها وهي بتقرب منه. بتغير مكان الكرسي وبتبدا العركه يا صديقي. تاني يوم الصبح انتوني بيرمي الزباله. امه بتقول له انت كنت فين يالا؟ بيقول لها رميت الزباله. بتقول له لوحدك من غير ما تطلع عيني؟ ده انت اول مره تعملها في حياتك. بيقول لها لا اتعودي على الانضباط. بيخشوا جوه. بتقول لدانيال سحر مياغي جبار. بالليل سيلفر بيكون سكران وقاعد في مخزن من مخازن كوبرا كاي. بيكون سكران طينه. بيقول بلا رحمه كوبرا كاي. ومره واحده بيخش عليه روي. بيقول له حياة امك ضربوني معاكم. بيقول له انت ايه اللي جابك تاني؟ مش جون قال لك ما تجيش هنا تاني؟ بيقول له انا اتغيرت وصدقني هكون وافي للمدرسه وهثبت لك ده لو انت عايز. بيقول له هتقدر تثبت لي ولقك؟ بيدي له واحده في وشه. بيكسر له مناخيره. واحده في بطنه. بيجيبه على الارض وبينزل فيه تخبط بكل غباء وتقريبا الواد بيموت في ايديها صديقي. وتاني يوم بتبدا اخيرا البطوله المنتظره. المذيع بيقدم الفرق. هو بيقول اول مدرسه معانا مدرسه ليها تاريخ عريق مدربها وحش مخيف واخد البطوله مرتين على التوالي. ظهر السنه اللي فاتت بطالب واحد وصل به للنهائي. حاليا عامل بدل الطالب طلاب كتير داخل بيهم بشكل مثير. الولد الخطير المعلم الكبير دانيال ابن العنتيل مدرب مدرسه مياغي. بيخشوا جوه وبيسلموا على الناس. المعلق بيقول المدرسه التانيه خدت البطوله السنه اللي فاتت ودلوقتي تحت اداره جديده. يا ترى هيقدروا ياخدوا البطوله للمره التانيه على التوالي وخصوصا معاهم اللي وصل مدرسه مياغي السنه اللي فاتت للنهائي روبي كين؟ ما نعرفش ولكن اللي نعرفه ان روبي كين وزمايله مستعدين للبطوله. رحبوا معايا ببطل الموسم اللي فات كوبرا كاي. بيخشوا بيقولوا اخيرا المدرسه الجديده اللي عامله ضجه كبيره اول مره يشاركوا في البطوله ولكن بطل الموسم اللي فات دياز ومدربه جوني هم الامل في المنافسه. رحبوا معايا بمدرسه النسور. بيخشوا النسور والناس بتسقف لهم. المذيع بيقول 5 وهنبدا. دانيال بينده على تلامذته وجوني بينده على تلامذته والاثنين بيقولوا لهم نفس الكلام. اسمع على منك ليه البطوله دي اصعب بطوله بالنسبه لنا ما قدامناش حل غير ان احنا نكسب كوبرا كاي يا اما انا هبطل تدريب وهتتقفل المدرسه للابد. خلينا نطلع الحلبه ونثبت لكوبرا كاي ان احنا اقوى منهم وقادرين عليهم. جاهزين يا معلم. جوني بيقول لدياز استنى بص انا عارف اللي مضايقك الفتره دي. بيقول له بجد؟ بيقول له خلافك مع حبيبتك سام. دياز بيحبط اكتر لان مش ده اللي مزعله. جوني بيقول له مش عايزك تزعل منها بعد البطوله هصالحكم على بعض فضلي دماغك وركز معايا في البطوله. بيقول له تمام. وجون بيجمع جنوده بيقول لهم اسمعوني كويس انا عايزكم تكسبوا البطوله دي علشان انفسكم مش علشان اي حاجه تانية. عايزكم تحسوا بالفخر طول حياتكم ولذلك العبوا على الحلبه وما تخافوش من اي حد ممكن يغلبكم. بيبداوا اول عرض استعراضي. ديمي بيخش بالسكاكين بيشغلوا لحم وبيكا وبيخرب الدنيا. ودياز بيخش بمهاراته بيعمل عرض جبار وكوبرا كاي بيدخلوا وكيني بيكسر في الخشب ولكن مدرسه مياغي هوك بيخش يكسر في الخشب بيكسرهم كلهم ولكن ما بيجيبش الاخيره. شكلهم بيبقى وحش قوي يا فتحي. والنصر عجه بيعمل عرض بالعصايه بيجيبها في لجنه الحكام وبيجي الدور على الرايقين. واما اقول الرايقين يعني الروقان. كوبرا كاي بيقدموا عرض جنان بيبهروا به لجنه الحكام. روبي بيعمل الفينش الاخير واللي بيكسب العرض مدرسه كوبرا كاي. دانيال بيقول مستحيل احنا في المركز الخامس. هوك بيقول له دي غلطتي انا. بيقول له لا لسه الامل كبير خلينا نكسب مباراه التاهيل الاول. وجوني بيقول احمد ازاي وصلنا للمركز السادس احنا كده خرجنا من البطوله. ديفن بتقول له مش ده المهم احنا لسه قدامنا امل كبير هنلعب تصفيات واهم حاجه نكسب المباراه
المباريات علشان نسجل نقاط كتير ونتأهل للبطولة. بيقول لها ما انا عارف بس حبيت اشجعكم شوية. في الوقت ده بتنزل الفنانة الشهيرة اندرو. واحد يقول لي ومين اندرو دي يا ميخا؟ وربنا ما اعرفها يا صديقي. المهم بتحيي الحفلة وهي بتغني التصفيات بتبدأ. هوك بيكون مهزوز شوية ودياز رغم الحزن اللي في قلبه والمشاكل اللي فوق دماغه بيكسب كل مباريات التأهل. حنبل الصغير بيخش على العملاق ده وجوني بيقول له هتقدر عليه. والغريب يا صديقي انه فعلا بيقدر عليه. هو بيكسب الماتش اللي بيلعبه. كوبرا كاي اكيد بيكسبوا كل مباريات التأهل. مياغي بيكسبوا كل مباريات التأهل رغم ان اكتر واحد فيهم مهزوز اللي هو هوك. سام بتقول لدانيال ديمي كسب. بيقول لها بس احنا لسه في المركز الثاني، هنستنى حماسة يكسب وهنبقى المركز الاول. حماسة بيلعب قدام بارك ودانيال بيركز في طريقة بارك الدفاعية. بيعرف ان روبي علمهم طريقة الصد بتاعت مدرسة مياغي. بيكون في منتهى الصدمة. هو مش مصدق ان تلامذته بيتغلبوا قدامه بنفس الاسلوب اللي علمه لروبي. بيقول سام مصيبة، دول فاهمين اساليبنا كويس. بتقوله طبعا وتسالش ازاي اتعلموها. بيبصوا هما الاثنين على روبي وروبي بيكون في منتهى السعادة. واللي بيتأهلوا للربع النهائي مدرسة كوبرا كاي بشراسة ومدرسة مياغي دو بالعافية. واللي اتأهل للربع النهائي باتنين بس مدرسة النسور. بتبدأ المباريات ودياز بيخش ضد العملاق ده. الواد بيخش عليه هايج ولكن على مين؟ احنا معانا دياز ابن المعلمين. بينزل فيه تخبيط وهي واحدة بيكسب منه المباراة اللي بعدها بتلعب ديفون ضد توري. توري بتخش عليها بغباء والخبرة بتكون لها دور كبير مع توري. بتكسر عظمها وبتكسبها بكل شراسة. بتخرج وجوني بيقول لها عاش عليكي. بتقول له اجبرتني اهاجمها وكسبتني بنت الهرمة. بيقول لها هي خبرة عنك بقى لها كتير بتتدرب. بتقول له عندك حق انا ماليش غير شهرين بس بتدرب. اقسم لك السنة الجاية ما في حد هياخدها مني وما تقلقش احنا معانا بطل السنة اللي فاتت اكيد هناخدها. بيقول لها اكيد. دياز ما بيكونش في حالته الطبيعية علشان زعله من جوني والمشاكل اللي حواليه. ودانيال بيروح لروبي وبيقول له عاش عليك، ثمرت فيك التربيه والتعليم اللي انا علمتهولك. بتاخد اسرار مياغي وتعلمها لكوبرا كاي. بيقول له انت شايف ان عندك حق وانا غلطان وانا شايف كمان ان انا عندي حق وانت اللي غلطان. كل واحد مننا عنده نظريه. هو مقتنع ان نظريته هي الصح ولكن الصح ان الواحد يساعد الفريق اللي بيلعب باسمه علشان يكسب باي شكل. مش مهم ازاي يكسب، المهم اننا نكسب. بيقول له ليه بتعمل كل ده؟ علشان تنتقم من ابوك ولا علشان تنتقم مني ولا من سام ولا من الناس كلها؟ مين عمل معاك الغلط؟ احنا كلنا في صفة. بص امشي بالطريقة اللي تريحها، اهم حاجة ما تغيرش مبدأك لانك حتى لو كسبت البطولة هتخرج من هنا خسران. بيسيبه ويمشي وروبي الكلام بيأثر فيه. والماتش التاني بيكون ديمي ضد كاباكا. كاباكا ما بيكونش سهل خالص وديمي بيقلق منه ولكن هي ضربة بيرقدوا مكانه وبياخد ال3 نقاط منه وبيكسب المباراة. هوك بيفرح قوي وبارك بيقول له احمد ربنا ان صاحبك ما وقعش مع كوبرا كاي، كان زمانه متكسر عظمه. هوك ما بيردش عليه وبارك بيسيبه ويمشي. مام بتخش على هوك او بتقول له سيبك منه ده عيل ناقص، اهم حاجه ركز يا ايلاي ولا اقول لك يا هوك. بيقول لها انا الفتره دي تايه مش عارف انا مين بالظبط. بتقول له ايلاي. هوك كلها اسامي انما انت زي ما انت عارفه ان شعرك مقصر فيه واللي عملوه كوبرا كاي ما كانش سهل عليك خالص بس صدقني انا ما غيرتش نظرتي فيه. انا كنت معجبه بيك وبطريقتك ونشاطك وثقتك في نفسك. بيقول لها بس انا بصراحه ما بقتش اثق في نفسي زي الاول. بتقول له لا وبتدي له واحده على الطاير. المذيع بيقول الماتش الثاني هيكون هوك ضد بار. مام بتقول له عايزك تكسر عظمه. هوك بيشحن يا صديقي واخيرا بترجع له ثقته في نفسه. دانيال بيقول له انت تمام؟ بيقول له انا تمام اكتر من اي يوم في حياتي، عرفت انا مين كويس. بيقول له انت مين؟ بيقول له بطل الوادي الجديد. بيطلع على الحلبه والحكم بيقول لهم مستعدين ابدا. هوك بيخش عليه بيحاول يصد ضرباته ولكن بيديله واحده في بطنه بيكسب اول نقطه منه. بارك بيغضب هو بياخدها جري عليه ولكن بياخد النقطه الثانيه. بارك بيجيب اخره هو بيقرر يلعبه ارضي ولكن هوك بيديله واحده في صدره هو بيكسب النقطه الثالثه. دانيال ما بيكونش مصدق ومن بتقول له عاش يا عمري. المباراه اللي بعدها بتكون سام ضد ويز اللي هي في كوبرا كاي. البت بتخش سخنه عليها هو بتخبطها في وشها بتاخد اول نقطه منها. دانيال بيقول لها اهدي. البت بتقول لها ما تقلقيش روبي قال لنا على مخططات دفاعكم مش هتعرفي تغلبيني بطريقتكم. سام بتبص على باباها بيقول لها اسلوب النصور. بتبص على جوني بيقول لها برضه اسلوب النصور. بتهجم عليها بكل غباء. البت بتستغرب من تغيير اسلوب سام بتنزل تحت وبتاخد منها نقطه التعادل. بتبدا الجوله الثانيه وهي واحده من سام بتاخد منها النقطه الثانيه. ويس بتجيب اخرها وبتهجم عليها بكل غباء ولكن سام بطريقه النصور بتصد هجومها وبتروح عليها بواحده مرتده بتاخد منها النقطه الثالثه وبتكسب المباراه وبتتاهل يا صديقي. جوني بيفرح قوي وتوري بيكون في منتهى الصدمه. دانيال بيكون في منتهى السعاده. سام بتروح له بيقول لها الاسلوب ده اتعلمتيه منين؟ بتقول له مش مهم منين المهم انك كسبت المباراه.
بسيطه. بيقول لها الاسلوب ده اسلوب النصور، اتعلمتيه ازاي؟ بتقول له مش مهم ازاي، المهم انك كسبت المباراه بيه. بيقول لها كنت عارف ان جوني بيدربك. في الوقت ده كيني بيقول له روبي خلاص انا هقابلك واخسر. بيقول له هي دي الحياه. بيقول له على فكره انت اسطوره، واحد في سنك مستحيل يوصل للي انت وصلت له، انت هزمت ناس اكبر منك بكتير، اخوك هيفرح بيك قوي. بيقول له الفضل يرجع لك، انت غيرت حياتي وعلمتني كتير، بس اوعى تفتكر اني هسيبك في المباراه يا عجوز انت. وفعلا هما الاتنين بيطلعوا الحلبه، والغريب ان كيني بيهجم عليه بكل غباء، والاغرب انه بيكسب نقطه يا صديقي. روبي بيستغرب، هو بيشوف الغل في عينيه، بيكون سيلفر شحنه. سيلفر بيسقف لكيني، وجون بيقول له ركز يا روبي، كنت فاكرك عايز تبقى البطل، اياك يصعب عليه. بيقول له تمام. بتبدا الجوله الثانيه، وروبي بيخبطه بواحده بيكسب نقطه التعادل، بيخش عليه تاني هو بيكسب النقطه الثانيه، الواد بيخش عليه ثالث بيبعد عنه وما بيرضاش ياخد منه النقطه الثالثه، بيلعب به شويه هو بيكسر عظمه بكل غباء، بياخدها جري عليه هو بيديله واحده بيكسب المباراه. ويز بيزعل وبياخدها جري من على الحلبه، روبي بيكون زعلان عليه، ولكن توري بتقول له سيبه لحد ما يهدى. ودياز بيروح لدانيال، هو بيقول له الظاهر ان انا هقابل هوك في النصف النهائي. بيقول له تمام شد حيلك. جون بيخش عليهم، هو بيقول له يلا روح استعد. دياز بيمشي، وجوني بيقول لدانيال انت كنت بتقول ايه لدياز؟ طبعا بتكسر فيه علشان تلميذك يغلبه. بيقول له انت مجنون، انت عارف ان انا ما عملش كده. بيسيبه ويمشي، وهوك بيستعد، ودياز بيكون مستعد للمباراه. دانيال بيقول له هوك خلي بالك انت قده وتقدر تعملها. وجوني بيقول له انت قائد الفريق، يعني ده تلميذ عندك هتقدر عليه وهتقدر تكسر عظمه. بيقول له كسر عظمه؟ ده صاحبي. بيقول له صاحبي وصاحبك على القهوه، المهم انك تكسب، ده هيلعب ضدك افهم. انت مع مين يا دياز؟ معايا ولا معاهم؟ بيقول له اكيد معاه، المهم انت مع مين. بيخش على الحلبه، وهوك بيقول له اخيرا يا اسطى خصم قوي، عايزك تلعب بجد ما تخافش عليا. بيقول له اكيد. بيسلموا على بعض، والحكم بيقول لهم جاهزين ابدا. دياز بيهجم عليه، ولكن هوك بيكون حافظه، وبرضه دياز بيكون حافظ هوك. دياز بيرجع للدفاع، هو بيزود هجومه وبيخبط هوك، ولكن هوك بيصد ضرباته. جوني بيقول له خش عليها دياز. دياز بيخش على هوك، بينط في الهواء لفوق، هو بيفتكر كلام جوني، هم قال له انت تقدر تعملها، ان كنت عايز تكسب وتمشي على رجليك احفر الارض واعمل المستحيل. بيفتكر الضربه اللي غلب بيها الغيبوبه، وبيكون خلاص هيعملها فوق، ولكن رجليه بتعمل صوت وبينزل على الارض يا صديقي. الكل بينصدم بما فيهم هوك. الاسعاف بتخش على دياز، ودياز بيقول جوني. في الوقت ده روبي بيفوق في المستشفى، الممرضه بتقول له اهدى الحمد لله على السلامه، الضابط هيجي يحقق معاك دلوقتي علشان يعرف مين اللي ضربه. والدكتوره بتقول لدياز بسيطه شد عضل وهيروح لحاله. بيقول لها هو انا هقدر اكمل؟ بتقول له انت اللي تحدد، اللجنه ادوك نص ساعه راحه، لو تقدر تكمل قول، لو مش هتقدر بلاش. جوني بيقول له تمام قدامنا نص ساعه، عايزك تثبت للكل انك انت لسه مسيطر. بيقول له تمام. وبره بيبدا ماتش، بيكون روبي ضد ديمي بيهجم عليه، ولكن روبي بيخطف منه اول نقطه. بيروح لدانيال، هو بيقول له الواد روبي ده مش سهل خالص، انا مستحيل اقدر اغلبه. بيقول له افتكر اللي علمته لك وطبقه عليه يلا. ديمي بيخش عليه، ولكن روبي ما بيكونش سهل ليه، بيصد كل ضرباته، وواحده بيجيبه على الارض والتانيه بيفنشه وبيكسب المباراه. ديمي بيقول لدانيال انا مش قلت لك جبار؟ وكيني بيكون واقف بيمسح مناخيره. بيخش عليه انتوني، بيقول له انا شفتك وانت بتلعب المباراه وشفت روبي السنه اللي فاتت، روبي كان هيكسب النهائي. بيقول له ايوه عايز ايه يعني؟ بيقول له كنت عايز اقول لك انا اسف على كل اللي عملته معاه، عارف ان كان اسلوبي زباله، بس صدقني انا بدات اتغير واكون شخص كويس. بيقول له جاي تقول الكلام ده بعد ما قلت مني قدام المدرسه كلها؟ بيقول له انا حاسس بيه. بيقول له طيب قول. بيقول له اقول ايه؟ بيقول له اوصف لي احساسي كان ايه؟ بيقول له احساس انت فاهم؟ بيقول له انت ما تعرفش حاجه، وجه الوقت اللي عرفك فيه. بيخبطوا على الدولاب، هو بيقول له ده انت عيشتك معايا يا هباب، بينزل تخبط فيه بكل غباء، هو بيكون خلاص هيخلص عليه، ولكن هو بيشيله عنه. بيقول له انت بتعمل ايه؟ بيقول له باخد حق منه. بيقول له هو انت مشكلتك مع انتوني ابن دانيال؟ بيقول له خلاص ما بقاش مشكلتي، بقيت انا مشكلته. اسمع يا طارق انت السنه اللي جايه هتخش الثانويه، احب ابشرك بسنه زي الزفت على دماغك. روبي بيقول له ايه الهبل ده؟ انا ما كنتش بدربك على اسلوب الهمج ده. بيقول له انت هزيت، انا ما اتعلمتش منك اي حاجه، انا اتعلمت في كوبرا كاي بلا رحمه. هو بيسيبه ويمشي. روبي بينصدم، هو بيقول له انتوني انت كويس؟ بيقول له ابعد عني. هو بيسيبه ويمشي. في الوقت ده توري بتكسب وسام بتكسب، والاثنين بيتاهلوا للنهائي. جون بيكون داخل لدياز، بيلاقي جوني في وشه،
وشه. بيقول له عامل ايه دياب؟ بيقول له كويس. بيقول له يا جوني انا كبرت ومحتاج لك جنبي في كوبرا كاي. بيقول له يا عم فكك مني. بيقول له لا، لانك انت لازم ترجع لبيتك وابنك الحقيقي. بيقول له ابن انت اللي بتدربه زي ما كنت بتدربني انا زمان؟ بيقول له انا كنت بدربك علشان ما تخسرش من حد. بيقول له كنت بتخليني اضرب بلا رحمه علشان كوبرا كاي تفضل دايما في المركز الاول. بيقول له يبقى انت غلطان ومش فاهم حاجه، انا كنت عايزك تكسب دانيا علشان ما تبقاش خسارتك قدام صاحبك مسمار فشلك طول حياتك، وكنت خلاص هتكسبه، ولكن ضربة حظ معاه وكسبك وهو نجح في حياته وانت هو فاشل في حياتك. وده اللي انا كنت بخليك تضرب بلا رحمه علشانه، كنت عايزك تكسب باي طريقه، واللي كنت خايف منه حصل. ولذلك انا لو ساعدت روبي يكسب النهارده هيبقى فاكر لي الجميل ده طول حياته، وهيكون لي سبب اكمل في كوبرا كاي للابد. بيقول له بتحلم، ده مش هيحصل لان معايا بطل السنه اللي فاتت. بيسيبه ويمشي وجوني بيخش لدياب. بيقول له يلا علشان الماتش هيبدا. بيقول له بصراحه انا مش عارف هقدر اكمل ولا لا. بيقول له هتقدر لانك عملت المستحيل علشان تقف على رجليه. انا عارف ان لسه الموضوع ده مأثر عليه، ولكن هتلعب بروح البطل. كل اللي اتعلمته ده كان علشان النهارده. اخرج واثبت للعالم انك زي ما خدتها مره هتقدر تاخدها مره واثنين وثلاثه. بيقول له تمام. بيقول له مالك مش عاجبني؟ افهم المره دي غير اي مره، احنا لو ما كسبناش المره دي انا مش هقدر اجي البطوله دي تاني. اثبت لي انك بتحبني، اثبت لي انك مستعد تعمل اي حاجه علشاني. بيقول له تمام. بيقول له يلا جهز نفسك. جوني بيخرج يستنى والمعلق بيقول خلاص يا جماعه الوقت خلص وفاضل دقيقه واحده. هم جاش دياز على الحلبه، هوك هيتاهل مباشر للدور النهائي. يلا بقى عدوا معايا 59 30 20 10 3 2 1. بيضرب الجرس ودياز ما بيخرجش من جوه. المعلق بيقول مبروك لهوك التاهل للنهائي، ودلوقتي هيواجه روبي كين. دياز بيروح لسام بتقول له انت كويس؟ بيقول لها تمام بس ما حبيتش اخرج على الحلبه علشان بتقول له فهمت علشان الضغط اللي حواليه مش هتكون مركز في المباراه. النهائي بيكون هيبدا. بتقول له انا بحبك قوي. بيقول لها وانا كمان. روبي بيطلع على الحلبه وهوك بيطلع له فوق. بتبدا المباراه والاتنين بيكونوا جاهزين لبعض، ولكن روبي بيغفله. هو بياخد اول نقطه منه. هوك بيروح جري على دانيال. هو بيقول له ده حافظ طريقه لعب مياغي، ازاي ههزمه؟ سام بتبص لباباها ودانيال بيقول له اسمع اهو انت اتدربت مع جوني، اتعامل بطريقه جوني، يهجم عليه وكبره ويدافع. بيقول له تمام. بيرجع لروبي هو بيهجم عليه بكل غباء وفعلا بيرجعوا للدفاع. بيطيروا هما الاثنين وهوك بياخد نقطه التعادل على الطاير. بتبدا الجوله اللي بعدها. هوك بيجري عليه ولكن روبي بيقلبه، وقبل ما ياخد النقطه هوك بيبعد عنه. الاثنين بيهجموا وبيدافعوا، هو بيكونوا حافظين تحركات بعض بالظبط. روبي بيهجم هو بيحاول ياخد نقطه باي طريقه ما بيعرف، وهوك بيهجم بيحاول ياخد اي نقطه ما بيعرف. الاثنين بيكونوا بنفس الكفاءه. روبي بيبدا يسيطر ولكن هوك بيقلب عليه الايه، بيجيبه تحت رجليه وبيكون خلاص هياخد النقطه منه، ولكن الجرس بيضرب والمعلق بيقول مستحيل من 1985 ما حصلش حاجه زي كده يا بني ادمين. اتنين لعيبه يفضلوا على الحلبه متعادلين ما حدش فيهم عارف ياخد النقطه من التاني. انا لو بايدي كنت كسبتكم انتوا الاثنين، ولاول مره في بطوله الوادي هنخش وقت اضافي، واللي هياخد نقطه من التاني هو اللي هيكسب البطوله وهيكون بطل الوادي الجديد. الكل بيسقف لهم وهوك بيكون مستغرب من الناس اللي بتهتف باسمه. بيدي التحيه لروبي وبيروح لدانيال، وروبي بيروح لسيلفر اللي بيكون في منتهى الغضب من روبي. بيقول له ازاي مش قادر على الحشره دي يا حشره؟ بيقول له خش عليه انت يا غراب. بيكون عايز يضربه ولكن جون بيرجعه. هو بيقول له روبي اهدى الغضب ممكن يخسرك. ودانيال بيقول له هوك انت جبار. بيقول له مفيش اي نصيحه اكسب بيها النقطه الاخيره. دانيال بيبص على سام وجوني. جوني بيقول له خليه يدوس. بيقول له هوك اسلوب النصوب. بيقول له تمام. هو بيخش الحلبه بمنتهى الغضب. هو بيقلع القميص بتاعه. هوك بيبص للحكم. الحكم بيعمل نفسه من هنا. هوك بيقلع القميص. ولو انت عندك 6 ب1000 فانا عندي 10 يا زميل. هو بيوريهم نسر الصعيد. الحكم بيقول لهم ابدأوا. بيخشوا على بعض وروبي بيخش سخن عليه. بيرزعوا على الارض. هو بيكون قادر ياخد النقطه منه ولكن بيسمع صوت كيني. هو بيشوف الغل في عينيه. هوك بيبعدوا عنه. هو بيقوم يخش عليه. روبي بيكسر له رجليه. هو بيكون مسيطر على الاخر عليه، واخيرا بيلقى نقطه ضعف الهوك ولكن هوك بيخبطه بيجيبه تحت وبيكسب منه النقطه الاخيره. دانيال بيفرح قوي والكل بيكون في منتهى السعاده. المعلق بيقول واخيرا بطل الوادي للشباب هوك ابن الكذاب. دلوقتي هيبدا نهائي البنات. دانيال بيروح لجوني بيقول له اسمع انا عايزك تساعدني علشان نكسب سام. سيبك من اي حاجه بيني وبينك. سام محتاجه لنا انا وانت معاها. انا ما اقدرش اغير مبادئي مع المدرب مياغي. هبقى بخون ثقته لو مشيت على اسلوبه. مش عايزك تزعل مني. حقك عليا انا اسف. بيقول له انا اللي اسف على كل اللي عملته معاه. هاتف على دياز اللي لما شفته قرب منك حسيت اني غيران عليه. حسيت انك بتخطف
تخطفه مني، يا ريتني سبته معاه كان هيكون اقوى. هو مش بعيد كان زمانه البطل دلوقتي. بيقول له حصل اللي حصل. بيبص على كوبرا كاي بيقول له جاهز علشان نمحيهم. بيقول له يلا بينا. المعلق بيقول له اخيرا المباراه النهائيه بين مدرسه مياغي وكوبرا كاي، ولكن اضافه مدرسه مياغي هينضم لها مدرب جبار كلنا نعرفه، جوني لورنس. دانيال بيروح له المعلق بيقول له كلمتين في ودنه وبيمشي. المعلق بيقول انا اسف، جوني خد بطوله الوادي مرتين، رحبوا بيها معلمين. سام بتشوفهم سوا هو بتكون في منتهى السعاده. جون بيقول له توري ما تخافيش منها، انت اقوى منها بكتير وهتقدري عليها. جوني بيقول لسام كسري عظمها، اهجمي عليها، اجبريها تدافع. تقول له تمام يا معلم. ايه رايك يا معلمي دانيال؟ بيقول لها انا عايزك تكسبي سواء بالهجوم او بالدفاع. بتاخده بالحضن وبتخش على توري كلها طاقه وحلويه. توري بتحاول تهجم عليها ولكن برضه سام بتهجم بشراسه. هو بتلف تاخد منها اول نقطه بركله لولبيه. دانيال بيقول له حلوه قوي الحركه دي، اسمها ايه؟ بيقول له دي ضربه الاعصار. توري بتروح لسيلفر بتقول له دي مش بتلعب باسلوب مياغي، دي بتهاجم بغباء. سيلفر بيقول لها خليكي اغبى منها، كسري عظمها باي طريقه. جون ما بيكونش راضي عن اللي بيحصل وروبي بيكون في منتهى الغضب من سيلفر. توري بتاخد الكلمتين وبتروح على الحلبه، بتخش على سام وهي واحده اتنين بتاخد منها نقطه التعادل. سام بتخش عليها بغباء وتوري بتستغل اندفاعها وبتاخد منها النقطه الثانيه. سام بتروح لمعلمينها وبتقول لهم انا بهاجم من غير فايده، هستخدم اي اسلوب. دانيال بيقول لها استخدمي الاسلوب اللي يريحك. جوني بيقول لها ابوكي عنده حق، يلا روحي. سام بترجع الحلبه بتغير الاسلوب، بتدافع باسلوب مياغي بتهاجم باسلوب جوني. بتاخد نقطه قانونيه ولكن الحكم ابن الهرمه بيقول النقطه مش محسوبه، كانت بره الملعب. بتقول له ازاي؟ الناس بتغضب من قرار الحكم وسام بتبدا من جديد. بتخش عليها بكل هدوء بتصد كل ضرباتها وفعلا سام بتاخد منها نقطه التعادل. الحكم بيقول لهم نقطه الفوز. سام بتخش عليها بتكون مسيطره على الاخر، بتاخد كمان نقطه منها. الحكم بيقول توري صدتها. سام بتخش وبتبدا بالهجوم بتجيبها على الارض وبتكون هتاخد النقطه منها ولكن توري بتخبطها بالكوع في عينيها. الحكم بيقول لها انذار لتوري، الضرب بالكوع ممنوع. بتقول له ما كانش قصدي. بيقول لها يلا على معلمينكم. دانيال بيقول لها انت كويسه؟ بتقول له مش قوي يعني مش شايفه منها. سيلفر بيقول له توري عاش عليكي، ان هجمت عليكي بالشكل ده تاني اضربيها في عينيها التانيه. بتقول له ازاي انا ممكن اطرد؟ بيقول لها مستحيل، قولي ما كانش قصدي هتعدي زي ما عدت دلوقتي. روبي ما يكونش عاجبه الكلام وسيلفر بيقول لها اعملي اللي بقول لك عليه، كبير الحكم هيديكي انذار. توري بتقول له بس انا مش عايز اكسب الا بطريقه قانونيه. جون بيكون مصدوم من اللي بيحصل بيبص على جوني بيعرف ان جوني كان عنده حق، ان لازم يكون اللعب بشرف ونزاهه. توري بتقول لسيلفر انا مش هلعب الا بشرف. جون بيقول لسيلفر سيبها براحتها، العبي زي ما انت عايزه يا توري وايا كانت النتيجه انا فخور بيكي. بتديله التحيه وبتروح على الحلبه. سام بتخش عليها وعينيها بتكون مقصره عليها. انت فاهمنا صديقي؟ المهم توري بتلعب وسام بتصد توري، بتنزل تحتها وبتديها واحده بتاخد منها النقطه الثالثه. توري بتتخض على سام بتروح لها علشان تطمن عليها ولكن زمايلها بيخطفوها علشان يحتفلوا بيها. المعلق بيقول اخيرا بطله البنات توري من مدرسه كوبرا كاي. وبكده صديقي كوبرا كاي ما ماتتش لانها اخذت بطوله البنات. سيلفر بياخد المايك بيقول بعد المكسب الجبار اللي انا حققته انا هفتح فروع كتير من كوبرا كاي، عايزين تجيبوا اولادكم بناتكم، كوبرا كاي مفتوحه علشانكم. هو ما بيكونش في حالته الطبيعيه وعينيه بتيجي في عين بابا. بيبص على سام وسام بتقول له بابا احنا لعبنا بشرف وبرضه ما كسبناش الماتش انا اسفه. بيقول لها لا عادي، بتسيبه وتمشي وجوني بيكون ماشي. كارمان بتقول له ما شفتش دياز؟ بيقول لها لا هو مش موجود. تقول له لا ركب اوبر ومشي. بيقول لها دي غلطتي، كنت المفروض اكون جنبه، انا هشوفه فين واطمنك عليه. في الوقت ده توري بتحتفل مع زمايلها. بارك بيقول لها الحفله عندي النهارده. بتقول له هجيب شنطتي واجي وراكم. بيمشوا وهي بتخش تجيب الشنطه، بتخش جوه وبتنصدم بمجرد ما بتشوف سيلفر مع الحكم. بيقول له ما تقلقش انت حكمت باللي انا قلت لك عليه، بكره فلوسك هتوصل لك. توري بتكون في منتهى الصدمه وبتمشي من المكان. وجوني بيروح على مدرسه كوبرا كاي بيلاقيها فاضيه تماما. بيستغرب وروبي بيخش عليه. بيقول له روبي ايه اللي حصل؟ بيقول له انا كنت ماشي وراه. بيقول له طب وايه اللي حصل هنا؟ بيقول له هيفتحوا في مكان احسن. بيقول له انت كنت متالق النهارده وكنت ممكن تكسب البطوله. بيقول له حصل خير ودموعه بتكون هتنزل من عينيه. جوني بيقول له ما تزعلش دي مباراه واسمع مني بلاش تخليها تاثر فيه. بيقول له مش هو ده اللي مأثر فيا، في عيل اسمه كيني خدته تحت جناحي وعلمته اسلوبي في القتال ولكن اما شفته النهارده كاني ببص لنفسي في مرايه. الواد عينيه مليانه حقد وكره لاي حد حواليه وده اللي حاصل معايا. انا كنت بهاجمك انت ودياز وكنت فاكر اما هخش كوبرا كاي هثبت نفسي قدامكم وبعدها هرجع اقرب منكم ولكن ده زاد الطينه بله. دلوقتي مستحيل لا انت هتصفالي ولا دياز
الاستاذ هيصفالي ولا دانيال هيصفالي بعد اللي انا عملته كله. بيقول له الكلام ده مش مظبوط، انت علاقتك بدانيال كانت كويسه جدا وانا كنت عايز ابوظها، المفروض تغلطني انا. بيقول له انا تعبت كل شويه بغلطك انت. بياخده بالحضن، وما ادراك من حضن الابن يا صديقي. روبي بيفضل يعيط في حضن ابوه، وجون بيكون قاعد مع سيلفا بيحتفلوا بالمكسب بتاعهم، وجون بيقول له اول انجاز لينا. بيقول له الفضل يرجع لك انت يا صاحبي ولا يا قائد، انت من فتره سالتني وقلت لي ايه هي نقطه ضعفي، ساعتها انا ما ردتش عليه. عارف ايه هي نقطه ضعفك يا جون؟ نقطه ضعفك جوني هو الوحيد ده نقطه ضعفك. اما اتصلت بيا وجريت ورايا ما كانش هدفك نرجع ايام زمان والكلام لهبل ده خالص. وعارف ايه هي نقطه ضعفي انا؟ انت يا جون. بيقول له لا يا عمري، اعكس الموضوع، انا نقطه قوتك مش ضعفك، مصدر قوتك من ايام القفص فاكر؟ بيقول له هي دي بالخصوص، دايما بتضغط عليا بالنقطه دي وتحسسني بالذنب، عايزني طول حياتي افضل تحت رجليك علشان تبقى مبسوط وراضي عني وابقى بسدد لك في الدين بتاعك. ومره واحده الشرطه بتكبس عليهم. ليه بقى يا صديقي؟ روبي فوق، والظابط بيروح يحقق معاه. بيقول له مين اللي ضربك في مدرسه كوبرا كاي؟ روبي بيفتكر الضرب اللي خده من سيلفر، وسيلفر بعد ما بيكسر عظمه بيقول له لو كنت عايز تثبت لي ولاءك هتقول ان اللي ضربك في المستشفى جون مش انا. روبي ما بيكونش عايز يعمل كده ولكن بيعمل كده وبيقول للظابط جون هو اللي ضربني. سيلفر بيقول لجون وبما انك انت نقطه ضعفي ومش سايب لي حريه الراي فانا خلاص هخلص منك. الظابط بيقول جون انت مقبوض عليه. جون بينصدم وسيلفر بيقول له قدام الظابط ايه يا باشا صاحبي عامل ايه؟ جون بيكون في منتهى الغضب وسيلفر بيقول له ما تقلقش يا اخويا هجيب لك محامي وعيش وحلاوه. بيقول له هندمك على اللي انت عملته فيا يا سيلفر. بيقول له ما تقلقش على جوني هخلي بالي منه. في الوقت ده جوني بيروح لكارمان بيلاقي معاها الجواب ده بيكون سايبه دياب. بيقول لهم انا همشي علشان اصفي عقلي من الضغوطات اللي عليه، مش عايز حد يقلق عليا. بيقول لكارمان ما تقلقيش. بتقول له هو راح عند باباه وهو اصلا ما يعرفوش ولا يعرف طبعه. بيقول لها ما تخافيش عليه ابوه مستحيل يأذيه. تقول له انا عايزاه يرجع سليم. بيقول لها ما تخافيش. تاني يوم الصبح دانيال بيكون عند قبر مياغي. بيقول له انا تعبت مش عارف اخلص من كوبرا كاي، المصيبه انهم بيكبروا ومش هعرف اخلص منهم، عملت كل حاجه ولكن ما عرفتش، هبوس ايدك اقف جنبي علشان اخلص من كوبرا كاي. بيبص جنبه بيلاقي تشوزني بيقول له انا معاه. وهنا بينتهي الجزء الرابع من المسلسل، فاضل لنا جزء واحد ويبقى قفلنا السلسله يا صديقي. وللعلم الجزء الرابع ده اهم حاجه تتعلمها منه الراحه النفسيه. لو النفسيه مرتاحه ومفيش مشاكل حواليك وفي تشجيع من اللي حواليك هتاكل الحديد باسنانك وايديك. انما حواليك مشاكل وعاد وقلنا وقال وركزت معاه مش هتتحرك من مكانك لان الاحباط هيكون جبل على قلبك. ولذلك يا صديقي انا بطلب منك تشجعني، انت مش مقصر وصدقني تشجيعك ده من الحاجات اللي مخلياني مكمل. المهم انت اللي تكمل وتعمل كومنت يفرحني ولايك يشوحني واشتراك يطوحني لان خلاص داخلين على 2 مليون. والمصيبه بقى ان عندي 2 مليون و7000 بس على الانستجرام. خش دلوقتي على الانستجرام واعمل لي فولو يا صديقي، متاكد باذن الله انكم هتوصلوني 100,000، عارف ان احنا قدها. وخش خد لفه في القناه صدقني هتلاقي فيديوهات كتير هتعجبك. هشوفك الفيديو الجاي يا قمر. سلام.